مش مبتسم ليه؟ عشان هو فوتوجينيك. احنا ابتدينا على فكرة. يلا ويلكم. ممكن اطلب منكم طلب بليز؟ ممكن تعملوا سبسكرايب هنا على يوتيوب قبل ما الحلقة تبتدي، لان دي الطريقة الوحيدة ان البودكاست يكبر بيها ويوصل لناس بتحب المواضيع دي. قبل ما ابتدي الحلقة دايما بقول لكم بليز اعملوا سبسكرايب عشان تفضل توصل لكم دايما حلقات دردشة unfiltered. especially النهاردة أنا مستغربة نفسي جدا. أولا تاني قاعدة في استوديو جديد، بس أنا قاعدة في استوديو جديد عشان دي حلقة خاصة جدا جدا جدا، ولتاني مرة بيكون معايا ضيفين، بس هم مش أي ضيفين، هم ناس مش ناس، هم أقرب 2 على قلبي، وأعتقد إن هم أول مرة يشوفوني قاعدة في السيتنج ده، في المود ده. هاي مامتي وبابايا. مامتي اوريدي ابتدت تبقى ايموشنال، معرفش ليه هي ليه الدمة؟ اشرح لي اتأثرت ليه مامي؟ شافت نتائج في تربيتها، وشافت بنتها دايما بتتقدم up to date، فدي حاجة بسطها قوي ان هي عند حسن ظنها. بس هي شايفاني دايما، انا مش عارفه امسك ايدك وانت بعيده عني، هي شايفاني دايما، هي بس اول مره تقعد معايا قدام الكاميرا. ماشي يا نوران، ماشي. طب خليني اعرف مامتي وبابايا. ماشي، نوران شافعي، منير زعربان، ايتن زعربان. اهلا بيكم في دردشه unfiltered. طول عمرنا احنا بيت بيتكلم unfiltered، بس المره دي اول مره نتكلم قدام الكاميرات، وانا كنت حاسه انه يمكن في ناس كتير اللي بيتابعوني من الصيف اللي فات شافوا ان بابايا ابتدى يطلع معايا في فيديوز يشارك آراءه في الحياة. فأول حاجة هبتدي بيك، ايه احساسك وانت فجأة في سن 77 سنة 78 سنة بقى ليك ظهور على انستجرام وناس كتير بتشوفك وطالع بتقول رأيك؟ والله كأستاذ جامعة عندي حاجة تبسطني يعني، من رأيي دايما هيبقى بيعتمد على حقائق علمية ثابتة. فبصفتي يعني مهنتي التدريس والتوجيه، فبقى مبسوط جدا لما بشوفك بتنجزي في حياتك اللي أنا كنت بتوقعه منك بطريقة أو بأخرى. أنت يعني فلتي من تحت إيدي، لأن كنت عايزك تطلعي محامية، وأنت عارفة إن ما حدش بيقدر يغلبك في الكلام. دايما الأرجومنت بتاعتك واضحة، مرتبة نفسك 1 2 3 4 5، محادثاتك دايما فيها نوع من الحقائق العلمية، ودايما بتوصلي فكرتك من غير انفعال، بس بتقدري توصليها بسهولة شديدة. هو أنا ساعات بنفعل، دي الحقيقة، بس اللي أنا شايفاه عشان أنا عارفة بابايا كويس جدا، كان عايز يقول حاجتين. أول حاجة عايز يعرف نفسه عشان أنا معرفتوش تمام. صح؟ عايز يعرف نفسه ورايتفully so. بس أنا بالنسبة لي التعريف الأول والأهم دايما غير دكتور الأستاذ الدكتور منير زعربان اللي كان وكيل كلية الطب وعميد كلية الطب وأستاذ ورئيس قسم جراحة صدر وقلب وي 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 وي. بالنسبة لي كل التايتلز دي حلوة جدا، بس أنا منير زعربان هو مين؟ هو بابايا. أو لسبب ما إحنا تربينا مش بنقول بابا أو بابي، بنقول دادي. فلكل الناس اللي هتشوفني بقول دادي دلوقتي تضحكوا عليا تريقوا عليا زي ما انتوا عايزين، بس انا بقالي 40 سنه 41 سنه بقولها وهتكمل. فاولا انا شايفه في عينيك انك عايز تعرف نفسك، وارجو اتمنى ان اكون عرفتك بطريقه بتحبها approved. دايما بيحب الناس، معلش ستاف الجامعه اللي هم يعني كده على اصول بيحبوا يتعرفوا تماما، وعلى راسي من فوق انا دايما اعرفك صح تمام approved. دي اول حاجه. تاني حاجه كان عايز طبعا يبتدي ويقول انه انا عارف انك دخلتي اعلام وتفوقتي على نفسك وبقيتي صحفيه وبتعرفي تقدمي برامج وتانترفيو ناس وي 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 وي، بس انا لحد النهارده مقتنع انك كنت لازم تكوني محاميه. وغالبا في وسط الحديث ده هيجي يقول لي طب بقول لك ايه، ما تيجي تدرسي حقوق تاني. بس انا ما اعتقدش ان مامي موافقاك الراي ده. هروح لمامي شويه ممكن عشان نعرف مين هي نوران شافعي، او خليها هي تعرف نفسها بقى، عشان في بلوت تويست في الموضوع. اكشلي في كذا بلوت تويست في حياه مامي. سبتك الاول تطلعي الدموع والاحاسيس والمشاعر، وبعدين تقولي لي اعرفي نفسك. هيجي دلوقتي بص من العياط للضحك. ايه ده مستغربين نفسهم. اي معلش تيبيكال لليلى. انت عرفي نفسك يا ماما. ولا حاجه، انا نوران شافعي، مامة ايتن وعمر، مرات منير. بحب اقرا قوي قوي، ودرست الطب لان ما كنتش شايفه اني ممكن ادرس اي حاجه تانية غير كده، لان بابايا وجدي دكاتره، واتجوزت دكتور واخويا دكتور. فانيوي دخلت الطب
الطب، بس حودت على حاجة تانية بقى، اكتشفت ان انا كمان بحب اكتب فكتبت. بس حاولتي في سن متاخر قوي مامي. يب. يعني خلينا نبدا بالحته دي لان انا بحبها قوي. مامي طول عمرها بتحب تقرا وتكتب، لكن في اواخر الخمسينات قررت ان هي هتاخد الكتابه بشكل جدي. واكشلي هوري الكتب، انا معايا 3 كتب، انا هتحرك شويه من الفريم عشان اوري الكتب. اوبس. جليتش مش مشكله. 3 كتب بتوع مامتي اللي انا فخوره بيهم جدا جدا جدا، وكل واحده من دول فيها اهداء خاص. اول كتاب فاكر ايه مامي نزلته؟ مين اللي زقك عشان تقعدي تكتبيه؟ منير طبعا. يعني ما خدتش الخطوه دي من زمان مامي؟ كل حاجه تيجي احسن ما تجيش خالص يعني. تيجي متاخره احسن ما تجيش. وكان في وقت، كان ساعتها في وقت انتوا كبرتوا، عندي وقت اكتب فكانت سهل. اول كتاب كان براويز بالانجلش. اوكي، ده اللي هو نزل سنه قبل كوفيد، كانت 2016. والترجمه الترجمه هي كانت قبل كوفيد على طول اللي بالعربي. صح 2014. لا، كانت كلوي عندها سنتين. 2016 2019 قبل كوفيد على طول تم ترجمه براويز من الانجليش للعربي. وبعدين مؤخرا السنه اللي فاتت سنه 2025 براويز مستوحى من قصص حقيقيه بس في شويه فيكشن. نقدر نقول انه عزيزي القارئ الكاتب هو مش فيكشن ابدا، هو قصص ناس حقيقيه بس طبعا مع تغيير الاسامي، وده حلو قوي قوي قوي. انا حاسه ان انا بعمل دعايه لمامتي بس من حقي بصراحه. لانه قصص صغيره قصيره ومتساب الخيال لكل قارئ ان هو ينهي الكتاب، ينهي القصه بطريقته. مظبوط. انا بقولها لك دايما، بس I'm very very proud of you، فخوره بيكي جدا انه مامي مثال لاي حد كان عنده حلم وحس هو لا خلاص القطر فاتني مش هلحق. ليه مش هتلحق؟ ما تعمله، هو مين بيجري ورانا؟ طبعا صح؟ طبعا. وتملي بقولها ان لما طلع براويز الاولاني بعد ما خلصته وبعد كل التعب اللي فيه والشغل اللي فيه في كل حاجه حتى الغلاف، فقلت طب وبعدين افرض ما حدش عاوز يقرا الكتاب هعمل ايه يعني؟ قلت بقى لا، تعرفي نوران، لو واحد بس قرا الكتاب انا هكون مبسوطه. فده الحاجه الواحد يفكر فيه، انا بعملها لنفسي مش عشان الناس، حاجه انا عاوزه اعملها. بعد كده والله لقيت قبول عند الناس حلو قوي، ما كانش لا معلش. واللي بحبه فيكي مامي انه كان ممكن تفضل هوايه محدش عارف عنها حاجه، كان ممكن تفضل دايما بتكتبي ومش بتوري الناس، بس فكره ان الواحد يوصل السلام النفسي والداخلي اللي هو انا هعملها في سن كبير وهكتب وهطبع وهسعى واوزع انا خايفه محدش يقراه بس عايزه شويه ناس قليله تقراه، وحتى لو محدش غير 10 قروه انا فاهمه. انا عملتها مؤلفه وعامله كتاب، فاهمه، انجاز كبير جدا يعني. بالظبط. very proud of you. thank you أيتونة بصراحه. لانه ناس كتير بتبقى عندها على الباكت ليست ايه دي امنيه او حاجه نفسهم يعملوها او حاجات كتير على فكره، بس ما بيعملوهاش. واكشلي انا امبارح كنت بعمل اكسرسايز، كنت بكتب باكت ليست حاجات نفسي اعمل فيها، حاجات نفسي اعملها. فده اللي خلاني عايز اسالك النهارده، ايه في حاجات نفسك تعملها بس ما عملتهاش لسه؟ لا، اول عايز اقول كلمه للشباب اللي هم في سن كل دراسه جامعيه او على وشك ان يخشوا جامعه، ان دايما يبقوا يراعوا راي الاهل فيهم، بمعنى ان الاب والام شايفين ابنهم او بنتهم في توجه معين يقدر ينجح فيه. فانا برجو كل شاب ان ياخد راي اهله بعين الاعتبار، بمعنى هو شايف ان ده هينجح في الطريقه دي في السكه دي. فيعني هدي اكزامبل على مراتي نوران وبنتي ايضا. نوران يعني انت كتبتي الكتاب الاول باللغه الانجليزيه ليه وانت مصريه وعربيه؟ لانك انت بتحب اللغه الانجليزيه وبتجديها. مامتك شافتك ان انت تصلحي لدراسه اللغه الانجليزيه في كليه الاداب، انت لم تعيرها انتهاب ورحتي الطب
وفي الطب انت يعني ما نقولش يعني خدتيه اكراما لوالدك ولاهلك ان انت طبيبه ودكتوره، لكن عملتي بيه ايه؟ ركنتي على الرف وكتبتي باللغه الانجليزيه كتاب اللغه اللي انت اجدتيها جدا، وكانت مامتك نفسها تخشي كليه اداب. فمن فضلكم يا شباب راعوا اهاليكم، اقعدوا معاهم اتكلموا. الاكزامبل الثاني بنتي في الحوارات ما حدش يقدر يغلبها، مش والله مش عشان بنتي، بس انا عارف ايتن كويس قوي ان هي الحجه عندها واضحه والارجومنت بتاعها قوي جدا، وتقدر تقنعك. يعني لو جبت لها كوبايه لبن لونه ابيض هتقنعك ان لونه ازرق، وهتطلع من القعده ان لونه ازرق. صح. ايتن شخصيتها في المحادثه وفي الديالوج قويه جدا. المثل الثالث، انا شخصيا كان نفسي ابقى مهندس، دخلت كليه هندسه اكراما لوالدي، لكن في الاخر انا اصريت ابقى طبيب. فيعني انما لما برجع للماضي بقول انا اصريت ابقى طبيب لان والدي كان عايز ابقى طبيب، مش وانا عايز ابقى مهندس. فيبقى عايزين نتفق على يبقى في بالانس ما بين رغبه الاهل وامكانيات الطالب اللي يعمله، بنحاول نقرب ما بينهم. لكن في الاخر بقول اسمعوا كلام اهاليكم. انا عارف ان في العصر الحديث ان في وسائل التواصل الاجتماعي والانترنت سهلت لكم ان تروحوا في اي حته في العالم وتشوفوا كل انواع الدراسات اللي ممكن تعمل، لكن ما زلت اصر ان الاهل لهم نظره فيكم فراعوها. اذا بقدر الامكان حاولوا توفقوا ما بين رغبه الاهل وامكانياتكم. ده رايي. رايك في محله جدا طبعا. ولازم انا دلوقتي انا لما بقيت واحنا النهارده احنا بنسجل الحلقه وعيد ميلاد بنتي كبيره كلوي 12 سنه، وبنسجل الحلقه بس لان هي مشغوله، بس هنحتفل بيها بعد الظهر، وهوصل لحته الامومه والتربيه الولاد في الزمن اللي احنا فيه ده، ومن وجهه نظركم كجدود. بس اللي عايزه اقوله هو انه I agree، موافقاك 100% ان لازم الواحد ياخد راي الاهل في عين الاعتبار. بس الثلاث امثله اللي انت اديتهم يا دي مختلفين تماما، لانه حضرتك سمعت كلام باباك، دخلت سنه هندسه واتكلمنا عليها، حطينا فيديو على انستجرام، دخلت سنه هندسه وبعدين غيرت طب وما كنتش مقتنع قوي، بس لانك تلميذ شاطر جدا ومجتهد جدا تفوقت على نفسك عشان حطيتها في دماغك. مامي كانت محطوطه في سير اللي هو العيله كلها دكاتره ويلا بقى طب، ودخلت شويه علوم وشويه طب. هو بيت طبي هي فاهماه، بس عمر ما كان فيه شغف. كان راي مامتها حاجه ورأي باباها حاجة، وهي مشيت ورا سكة باباها. يمكن في شوية ندم، يمكن لا، لأن هي حاسة إنه دي زي فاميلي ليجاسي. بس يمكن لو الزمن رجع بيكي كنت هتدرسي مثلا أداب إنجليش. كنت هدرس طب، حاسة إن أنا استفدت جدا، وبس ممكن كنت في وقت كنت عملت أداب إنجليش على جنب بصراحة. ده اللي أنا حاولت أعمله. فاكر الفكرة الجهنمية اللي كانت عندي. أنا كمان أنا لما خلصت ثانوية عامة كنت بعملها ما بين بيروت واسكندرية، وجالي أداب إنجليش في اسكندرية، وقصة بقى دخولي إعلام دي قصة تانية، وحاولت إن أنا أعمل 2 ما نفعتش، بس كنت بحاول أسمع الكلام. بس الجزء الثالث من المثلث ده هو أنا الموضوع اللي حضرتك فتحته، وهو أنا كنت عايزني أخش حقوق. أولا صممت عليها لما أنا كبرت أكتر من وأنا صغيرة، بس أنا كمان كنت عايشة فاكرة إن أنا هخش سلك الطب او الاسنان او اي حاجه ليها علاقه بالبيولوجي او الجسم الانسان، لان هو ده البيت اللي انا اتربيت فيه. ويمكن دي عقده الطفل الكبير، ان انا كنت حاسه لو انا الكبيره، عمر اخويا الصغير، سامحني يا عمر بس انا كنت اشطر في المدرسه، فكنت حاسه ان انا على كتافي ان انا اشيل الفاميلي ليجاسي دي. لو حد هيطلع دكتور هتبقى فلازم ابقى انا، لحد ما بابايا وقف وقال لي لا، مش لازم تعملي كده لو انت مش عايزه. بس انت ما ندمتش ان انا ما سمعتش كلامك؟ يعني انت مش زعلان ولا زعلان؟ شويه صغيرين. مش زعلان خالص، شايف ان حبك اللي بتعمليه واجابتك له دي عامله لي يعني internal satisfaction. الحمد لله. الحمد لله. لما قلتليش على الباكت ليست، سؤال الباكت ليست، في ايه نفسك تعمله في حياتك حتى لو حاجه مجنونه جدا؟ لا يعني أنا ساتسفايد بدراسة الطب وتفوقي في الطب، بعيدا عن العلم والشغل. حاجة لمنير، الرسم.
الرسم بس مش عارف ليه ما طلعت معاش، مش عايز اعمل حاجه بقى، كفايه انا تعبت، كفايه عايز اقعد كده مبسوط. بس حاجة مسلية يعني. مثلا ايه البلاد اللي عمرك ما رحتها ونفسك تزورها؟ افريكا. فين؟ كينيا. يس. ساوث افريكا. افريكا ان جنرال يعني. اي انما ما رحناش افريكا انا ومامتك لسه. لفينا اوروبا وكفايه على اوروبا وكفايه على شنجن، كفايه على مشاكل شنجن. لان يعني بتقدمي عشان تاخدي فيزا اي دوله اوروبيه، هات كشف حساب، هات مش عارف ايه، هات CHR لتر. دي حاجات بتخلي الواحد من جوه يعني بتسد نفسه عن السفر. فهتوجه لافريكا والدول العربيه، المغرب، انا رحنا الاردن ورحنا سوريا والخليج طبعا والسعوديه اللي انا كنت فيها. فلسه هنتوجه بقى غربا ناحيه تونس والمغرب ان شاء الله، وننزل جنوبا ناحيه ساوث افريكا ان شاء الله. ما طبعا ما انا حب السفر ده ورثته من اهلي. يعني ما هو احنا من واحنا صغيرين. تبتدي القصه ايه؟ باباكي عنده مؤتمر في البلد الفلانيه، مش مهم في الامتحانات ومش مهم الدراسه ومش مهم التمارين ومش مهم اي حاجه، في سفريه الدنيا تقف. لا ومش بس كده، انا كنت فاكره يمكن وقتها الزمن كان اسهل وما كانش في ناس بتسافر قوي، فكان ارخص. يمكن كان ارخص، وكان في سنه يعني معزومين في امريكا وهنلف لفه حلوه، وبعدين انتوا كان عندكم امتحانات. وانا بشتغل مدرسه في الوقت ده، ما كنتش ولا كنت خلصت طب ولا ما كنتش خلصت. كنت خلصت بس لما جت السفريه دي انا مش متصوره ابدا. ده 93 مش متصوره ابدا ان احنا ما ناخدش الولاد، او ان انا ما اروحش معزومين. يعني امريكا، ورحنا قعدنا ساعتها شهرين يمكن ولا حاجه استعباط على الاخر خالص. وامتحانات. ورحت سالت مديره المدرسه ربنا يديها الصحه مسز بشاره، وقلت لها معلش ممكن الولاد يجوا، احنا مسافرين وانا عاوزه اسافر. قالت طب والامتحانات؟ قلت لها في الملحق، لما نرجع في سبتمبر يمتحنوا في الملحق. فكرت قالت انت متاكده؟ قلت لها متاكده. يلا هاي مسز بشاره. لا يعني حاجه ما اعتقدش ممكن تحصل في اي كلتشر، اللي هو عمار يا مصر، اللي هو تيجي تحط ولادنا ملاحق نحطهم ملاحق. بس اعتقد دي على فكره مش سفريه 93، اعتقد سفريه 95. لان هي سبحان الله انا كنت غالبا رابعه ابتدائي، وكانت السفريه في يونيو. سافرنا فعلا شهرين. يعني هو كان مؤتمر او مؤتمرين، ما تفهموش ازاي اهلي قرروا تعالوا نسافر شهرين، وتعالوا نروح هواي، وتعالوا نروح نيوزيلندا، ونروح امريكا من شرقها لغربها لشمالها لجنوبها، ونقعد عند اي حد نعرفه في امريكا. الو ممكن نقعد عندكم كام يوم؟ زمن والله العظيم كان جميل قوي. بس اللي حلو في القصه دي انتوا عارفين ايه؟ انه انا لما رجعت وامتحنت الملاحق بقى في اخر شهر 8 اتعرفت على نادين صاحبتي الانتيم الله يرحمها. ما كانتش ملحق، لا طبعا دي اي ستودنت، بس كانت بتحول. كانت جايه من السعوديه وكانت جايه تنقل مصر، وعشان تخش المدرسه كان امتحان الدخول بتاعها مع وقت الملاحق عشان تخش، يعني انترنس اكزام. وكان حظي الحلو ان انا اتعرفت عليها، كنا احنا الاثنين بس داخلين 5 ابتدائي مع بعض، ويعني سبحان الله انه كده عارفه، وبدايه صداقه حلوه الحمد لله. ويعني صداقة تفضل في قلبي. بس حب السفر لحد النهاردة وانا بشكركم جدا عليه، لانه انا من الناس اللي لو معايا فلوس وعندي وقت وامكانيات مش هشتري حاجة، انا هسافر. طبعا دايما هصرف فلوسي في experience، حاجة عايشها مش حاجة مادية. مع احترامي لكل الناس اللي بتحب تشتري حاجات، واولهم اخويا على فكره اللي زعلانه منه جدا لانه كان المفروض يبقى قاعد جنبنا هنا. بس هنحترم ان هو شخص مش عايز يطلع على السوشيال ميديا لاي سبب من الاسباب. فكان نفسي يبقى معانا عشان حاسه انها قاعده حلوه ريفلكتيف، احنا الاربعه مع بعض. ساوث امريكا، جنوب امريكا، ممكن شويه دول في افريقيا، مع اننا احنا افريقيين بس نورث افريكا غير ميدل افريكا وساوث افريكا. ماشي. ميدل افريكا متميز بالغابات والخضره الفائقه وكميه الحيوانات اللي هي موجوده، يعني تستاهل الواحد يزورها. عمر وعدنا انه ياخدنا هناك. يا عمر قاعد بتعمل ايه واحنا قاعدين؟ ماشي.
انا مبسوطه ان انا لما سالت على الباكت ليست او الحاجات اللي نفسك تعملها في حياتك كلها سفر. ها مفيش اي حاجه تانية، سفر. الاجابه يعني سفر تقريبا. مفيش مثلا بانجي جامبينج، سكوبا دايفنج. ما اقدرش بوكسينج، ابتدى بوكسينج من يومين. boxing because I have some disease which can be overcome by exercise. On the top of that exercise boxing. خلينا نتكلم طيب عليه. ألذ حاجه ان بابايا هزقني عشان انا ساعات بتكلم انجليزي في البودكاست وهو اللي قلب انجليزي دلوقتي. لا on a serious note، يعني خلينا نتكلم جد، لانه فعلا يمكن ناس كتير ما شافتش حضرتك ايام العز. انا بتكلم العز جسمانيا او فيزيكال. بابايا كان يعني اسرع واحد بيتحرك، اسرع واحد بياكل، اسرع واحد بيسوق، بيشيل الشنط، بيحرك البيت، بيركب، بيعمل كل حاجه. عارفين تيبيكال اب مصري متعلم متحضر، بيعمل كل حاجه بايده بطريقه يمكن تبقى حتى obsessive and controlling، بس بطريقه ترفع الراس لانه بيعمل كل حاجه بايديه، كطبيب وكأب وكزوج وكصديق، لحد ما حصل جليتش كده من كام سنه اللي هو مرض الباركنسونز. وانا مبسوطه قوي انك جبت سيرته، لانه يمكن ما قدرناش ان احنا نسجل الحلقه دي قبل الباركنسونز. وفي ناس لما حطيت الفيديو في الصيف مثلا كان في تعليقات اللي هو باباكي تعبان، سلامته، هو بيتكلم كده ليه، هو في ايه. فمهم ان احنا نجيب سيره الباركنسونز ده. فممكن تشرح لنا ايه هو وبيعمل ايه، لانه في مسكونسبشنز كتير ومش كل الناس فاهماه، وحلو قوي الواحد يتكلم عن مرضه او حاجه تعباه بنفسه. ده taking control برضو. اولا هو نسبته among the population 2%، maximum 2%، وهو مرض خلاصة القول فيه ان مفيش تجانس في شغل العضلات، عضلات الجسم. يعني انت لما تيجي عايزه تمسكي كوبايه الميه اللي قدامك بتأمري كام عضله في دراعك عشان تروح، واحده فورورد وواحده ولما توصل لكوبايه واحده تكبس على الكوبايه عشان تمسكها. فهو نتيجه لاك اوف سبستانس بتطلع من البرين من حته اسمها سبستانشيا نياجرا. مش هتخش في التفاصيل. السبستانس اللي بتطلع دي بتفاسيليتيت عمل النيرفس سيستم مع العضلات، يعني بتخليه في نوع من التجانس وضبطة الإيقاع، زي فرقة مزيكا بتعزف والمايسترو. المايسترو دي هي المادة، فلما بتضيع كل واحد بيعزف زي ما عايز. وهو المرض عبارة عن يعني incoordination of the muscles in general. بيجي في 3 فورمز، 3 حاجات. أول حاجة اللي هي تريمور، هزة الإيدين. تاني حاجة ريجيديتي في العضلات. تالت حاجة في الاتزان unstability. فهو للأسف ما هوش خبيث لكن بروجريسيف، بيزيد بمرور الوقت. فيعني المادة اللي الدراجز اللي بناخدها بتحاول تظبط العضلات مع بعضها. لما يجي واحد يقوم كذا عضلة، يعني الواحد مش عارف ان ربنا خلقه وخلق السيستم بتاع العضلات ده عشان يقف اتزانه. عارف برج الاتصالات بيعملوه، يربطوا من هنا ويربطوا من هنا ويربطوا من هنا عشان يبقى ثابت. وهو مرض يعني ما فيش واحد زي التاني ابدا. ما تقدريش تكتبي الصورة الإكلينيكية له وتدرسيها هي دي، لا، لأن كل واحد له كلينيكال بيكشر لوحده. في اللي في العضلات، في اللي في الحركة، في الاتزان، في بقى في الكلام. يعني عندي ريجيديتي شوية في الكلام دلوقتي، تلاقيني بتكلم بصعوبة شوية. متضايق؟ لا مش متضايق ولا حاجة، إنما يعني الحمد لله ماشي الحال. شوية تمرينات كل يوم على شوية دراجز ماشي الحال. وأدوية كتير؟ لا معلش أنا لازم كده. لا أدويته مش كتير، بس أسف الأدوية بتاعته بتعمل ساعات هالوسينيشن وساعات تعمل involuntary movement، خصوصا الواحد نايم، حركات لا إرادية وتخاريف. بس مش الحمد لله الحمد لله اللي عند دادي مش اللي هو اللي فيه التريمرز اللي فيه الرعشة.
اللي عنده اللي هو العضله بتبقى متيبسه شويه الناشفه يعني، فهو بيشتغل على كده، بيعمل تمرينات ويعني وشويه علاج طبيعي. فالحمد لله يعني انا شايفه منير بيحارب المرض دهوت الحمد لله يا رب. انا اكشلي ده موضوع صعب عليا قوي اتكلم فيه. ايتونه موضوع ايه؟ هيز اوكي. موضوع ايه؟ هيز اوكي. الموضوع ان انت يعني ان لما قلت انه بروجريسيف اكيد دي ضايقت ايتن، بس لا ايه ده؟ he's fighting it and he's doing a great job. تمانية بس ده ساعات بيجي لسن 40 و50 سنة وجالي أنا فوق ال 75 وعرفناه على طول. انا فاكره عرفناه على طول يعني ما تاخرناش، مع ان صعب لان الواحد لما بيلاقي حد سنه كبير وابتدى يتحرك ببطء بتقولي ده سن. انما في حاله دي انت عارفه انه قلقنا لان كان شفت تغيير ولما سالنا عرفنا وابتدى على طول ياخد العلاج. انا فاكره كانت اول ما امري اتولدت تقريبا سنه 2021 لما ابتدينا نحس حركه فيها بطء، ولو كنا بنقول لك بتمشي كده ليه، بتتكلم كده ليه، بتعمل كده ليه، بس هو كان عارف، كان حاسس. هو كان حاسس، هو حاسس بتغيير بس ما كانش عارف. بدليل ان انا لما سالت واحد صاحبه انكل مصطفى فتحي وقلت له انا شايفه منير كذا كذا كذا، هل ده ممكن يكون باركنسونز؟ عشان قارنته بجوز واحده صاحبتي، فقال لي قلت له طب ما قلتش. قال افتكرتكم عارفين بس مش يعني لو رعشه على طول باركنسونز، انما بطء ايه سبب البطء؟ فدي متهيألي رساله لناس كتير يعرفوا بالظبط لو حسوا مره واحده انهم او شايفين حد قريب منهم حركته بقت ابطا شويه يمشي ومره واحده يقف فريزنج اكنه اتجمد مكانه، لا لازم تساله، ما تقولوش ده سن. بس ده بينطبق طبعا. انا فاكره اول ما فهمنا انه باركنسونز، وانا بصراحه انا جالي صدمه وما كنتش عايزه اتكلم فيها لمده طويله، ما كنتش مستوعبه. او انت وعمر عرفتوا قبل دادي ما يعرف؟ بس ما كناش عايزين نصدق، كنتوا خايفين. ده اول سؤال جاء اكشلي في بالي، اللي هو اكيد باركنسونز، لان الباركنسونز ده بيرعشوا ومش عارفين يمسكوا الكوبايه. لا ده وان كلينيكال بيكتشر. يعني ده صورة كلينيكية ممكن يجي بس لعلمك بقى حتة الرعشة ده أبسط صورة. ده اللي أنا مش قادرة أفهمه. أبسط صورة. دي بيقول لي ده الأبسط يعني. أسهل على البيشنت إنه يكون بيرعش. البيشنت وعلى الديفلوبمنت والبروجريسيف اوف ذا ديزيز. اكزامبل أنكلك علي جمال عنده رعشة جامدة لكن بيسوق عربيته وبيعمل كل حاجة. أنا ما أقدرش أسوق. اي بس صح. لانه لو دادي بيسوق وفجاه فريز، فاهمه؟ لا بيعرض نفسه للخطر. بتخيل برضو يعني منير بيحب يعمل كل حاجه بايده، يعني بس ابسط حاجه بيحب يعمل ساندويتشات، بيحب يصلح حاجه، يركب حاجه. لو حس كل حاجه بترعش منه هل هيبقى مبسوط؟ فالواحد بيحمد ربنا على حاله. الواحد يحمد ربنا على حاله والحمد لله. عارف اكبر الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله ما شاء الله، ربنا يحميك كل حاجه يا ربي. انا يعني ما يحسد المال لاصحابه، بس الحمد لله ان بالظبط الحمد لله. طبعا يعني هو كان ممكن ليا واحد زميلي ايتن دفعتي وانسان فاضل جدا واستاذ متميز في كليه الطب، جاله الزهايمر. وصل الحاله انه ما بيعرفش حد خالص اطلاقا، ما بيعرفش حد. والهلوسه، هرجع لحته الهلوسه. الهلوسه والتخاريف جميله قوي. والله العظيم كان في حاجه امبارح كان ساعات ببقى قاعده معاه كده وبعدين بينعس بابايا يقول لي ايه، انا مش عايز زبادي. ما حدش قال لك كل زبادي، ما حدش جاب سيره الزبادي. امبارح وهو نايم قال لنا ايه؟ لا حاجه امبارح قال حاجه. قال لعمر ايه هتحط لي في الساندوتش؟ عمر قاعد ما بيعملش حاجه خالص، ما بيطبخش اساسا. لا وفي مره وانتوا نايمين في اسكندريه لما قال لك ايه عليا؟ قال انا هغطي ايتن مرتين، يعني يحلم بايتن. انا عاوز اغطي ايتن، ومره لقيته بيطلع من السرير كده من النص مش من ناحيته فبقول له بتعمل ايه؟ قال لي عشان ما صحيش ايتن هطلع which is very difficult، يعني صعب قوي انه يوصل لاخر السرير especially مع النشفان. طبعا يعني المفروض يطلع من ناحيته. حبيبي يا دادي. عشان هو متخيل يمكن ايتن حاجه صغيره مش حاجه عندها 41 سنه قاعده قدامه كده. لسه هو غالبا في صدمه ان انا 41 سنه. اثبتي
خليك اثباتي. لا بس بجد ارجع لحته اللي هو انه اي مرض او اي ديزيز بيكون له كذا شكل والناس اعتقد لسانها اتبرى من كتر ما بتقول لو حاسين باي حاجه غريبه don't take it for granted، لانه لمجرد ان انتوا عارفين حاجه بشكل او صوره معينه مش معناها ان هي مش موجوده، او مش معناها ان انتوا عندكم شكل تاني منها، مش بس باركنسونز، ده اي حاجه. فيعني نداء لاي حد حاسس دايما اللي هو ايه هي الكلمه، حتى نادين كانت بتقولها listen to your body، اسمعوا جسمكم بالظبط، احترم جسمك، احترم المسجز او الحاجات البسيطه اللي جسمك بيقولها لك. فانا مبسوطه ان احنا اتكلمنا على باركنسونز، مع انه انا كنت عايزه اتكلم عليه ولقيت الحته دي تقيله جدا، وما كنتش عايزه اعمل الحته اللي هو اهلي بقى معايا على البودكاست واتاثرت وعيطت، بس هو بجد موضوع تقيل عليا. بس مبسوطه ان احنا نتكلم. انت ما كلمتيش معانا قبل كده انه تقيل عليكي، دي اول مره تتكلمي. كنت مع صحابي which is good، تتكلمي في اي وقت. كنت قدام الكاميرا ومع صحابي عبيطه بس anyway. بس كام حبايه دي بتاخدها في اليوم؟ بتاخد دلوقتي بقى وصلوا كام دواء؟ مش كتير. هو الدراجز بيحصل له التوليرانس وادابتيشن، فالدوز بتزيد باي تايم. لكن عندي لسه ما باخد حبايتين بس. بروجريسيف انه بيتطور، بس الادويه بتبطئ البروجريشن. هذا البروجريشن بالظبط. ماشي. ما هي دي عشان كده تريكي شويه، ان هو اوكي انا حاسس ان الاعراض بتزيد، طب ازود الدواء، طب ما انا مش عاوز جسمي ياخد على ده. يعني كل شويه بتيجي مرحله يزود ما يزودش، خلينا كده نقدر نستحمل قد ايه علشان يعني هتوصلي بعد كده للماكسيم. وقلتوا انه ممكن يجي مش بس في ستينات سبعينات، ممكن يجي من 40 سنه وطالع. اوكي 40 و50 و60. سؤال، كل السن ما يجي في سن كل ما البروجريس بتاعه يبقى قليل. يعني اصعب على الاصغر. طبعا. سؤال لمامي، لما عرفتي انه دادي زوجك شريك حياتك اللي هو انت يعني في جوازكم كنت تعتمدي عليه في حاجات كتير جدا، كل حاجه يمكن allow me to say انه اكتر من الافريج زوجة مصرية، انه بابايا كان شايلك بدلع يعني جدا جدا. لما you realized انه باركنسونز بقى جاي يشارككم كده في حياتكم، كانت صعبة عليكي؟ كان يعني في الاول طبعا اوكي هعمل كل حاجة اقدر اعملها، ومش عارفة الحكاية هتتطور قد ايه وبسرعة ايه، انما في حاجات انا بحاول اعملها علشان اسهله، لدرجة بحس بيتخنق مني والله العظيم. يعني قال يعني هو انت عارف كل سنة بيطلع سلوجن اوف ذا يير، السنة دي مش عاوزني اتدخل خالص. ما قلتليش السلوجن بتاع 26. كان في سلوجن واحنا صغيرين قعد اكتر من يير على فكرة. I don't have money. هو اضربوا راسكم في الحيطة، فاكر؟ وكان اللي بعده اللي هو لو فاكرين ان الفلوس جت مش هديها لكم، فالسلوجن هو no promises. ده كان حلو. ايه سلوجن السنة دي بقى؟ No instruction. هو ملك الانستراكشنز، هو ملك الانستراكشنز. انت على فكره انت مش انستراكشنز، انت مايكرو مانجر. يعني مثلا لو انا بقعد على الكرسي، ايوه اقعدي على الكرسي، ايوه حطي ايدك هنا، ايوه حطي رجلك هنا، هتاكلي امسكي الشوكه، امسكي السكينه، افتحي بقك، افتحي بقك وحطي الشوكه. ليه كده؟ بس اكون لابس حاجه مش لايقه على بعضها، بس تعبت في البسام، تيجي نوران دي مش لايقه، غيري مش فوتيني. طب ما تسألها قبل ما تلبس ايه رأيك؟ احنا متفقين هيلبس ايه من امبارح. حلو قوي. حلو قوي الشياكة والوسامة دي، لانه حاجة من الحاجات برضو باركنسونز دي انا من الحاجات على فكرة اللي ضايقتني قوي، مش ضايقتني بس يعني اتوجعت لبابايا، انه كجراح كأستاذ كحد بيستعمل ايديه بشكل ميتيكيولس فاين قوي، لدرجة انه بابايا خطه زي المسطرة، عشان كده كان عايز يخش هندسة، فهو اي حرف بيكتبه، اي رسمة بيرسمها وبيحب يرسم قوي، اي حاجة ليها علاقة بالتخطيط مرورا من اول الورقة وقلم لحتى المطبخ، التقطيع التظبيط كل حاجة بيرفكت طبعا، لانه جراح فهو ما ينفعش سنتي او ملي سنتي يختلف. ان انا اشوف بابايا راح من كده
مش عارف في دي من اصعب اللحظات كانت بالنسبه لي لما شفتك مش عارف تقفل زرار او مش عارف تلبس تي شيرت او بتعافر في حاجه بسيطه. ده برضو باركنسونز يعني. بس الاول كانت صعبه عليا وبعدين الحمد لله يا رب ان هو موجود معايا وكويس. هخش اساعده يلبس التي شيرت وطز في الزراير ما نجيب سوست بس اهي سوست بس اهي سوست فله. الحمد لله. فاتي اخدتيها ببساطه. انا خدتها ببساطه بس كنت بكلم واحده صاحبتي ناديه فبقول لها يعني قعدت معانا شويه في البيت كده جايه من امريكا واقامت معانا شويه فبقول لها انت شايفاني ايه مع منير. الكلام ده كان هي قعدت معانا مرتين خلال السنه اللي فاتت في اول السنه واخر فقالت لي شايفاكي شويه ان دينايل. قلت لها يعني ايه ما انا عارفه منير. قالت لي لا انا شايفه ازاي بتتعاملي لا يعني لازم تتقبلي. قلت لها ما انت متقبله. فخلتني ارفلكت يعني افكر انا بعمل ايه او بتاع ويمكن دي خلتني اهتم زياده واكون يعني متدخله اكتر في شؤون منير. يمكن هي بتضايقه بس انا متصور ان دي بتسهل الدنيا عليه. بس انا موافقه مع ناديه. انت مش كنتي ان دينايل بس كنتي يمكن مش مستوعبه انه في حاجات بالنسبه له اصعب. يمكن عاوزه اهوني اي مامي بس ساعات مثلا اللي هو حتى انا وعمر كذا مره نقول لك خلي بالك من كذا بطئي مشيتك ما تعمليش كذا ايه مثلا بتقولي مثلا لما تيجي تشتكي منك مامي ساعات انتوا حلاوتكم بقى لما يشتكوا من بعض ليا انا وفي قصه هحكيها طبعا هنوصل لها بتاعت السجاير. ثواني بس لما كل واحد فيكم يشتكي من التاني ونقول له مامي معلش اهدي روقي استوعبي استحملي يعني يمكن هو ده كان الدينايل اللي انت كنت متوقعه ان هو هيفضل منير بتاع زمان وما عندوش مجال. ليه انت ليه متعصب انت ليه متضايق؟ بحاول اهون عليه ايتن يعني مثلا يقول لي بس انا مش عارفه تقول لا قوم عادي انت كويس انت ما فيكش. عاوزه اقنعه انه كويس علشان يحاول. يمكن انه يحاول زياده دي كانت بتضايقه او حاجه. تاني الطريقه يعني هقولها لك حاجه اللي هو انا ما يبقاش عندي ما يبقاش عندي باركنسونز وقت ما تبقي انت شايفاه ويبقى لا وقت ما انت مش عايزاه. اللي هو ما هو يا اما على طول يا اما لا. فاهماني؟ حاجه تانية كمان بابايا ايجو كبرياء قد كده مش قدام الناس. مع اننا بنتكلم دلوقتي بس انه instructions بينك وبينه صح. no instructions. لا مهم بيقول له عمر بيقول له ايه بقى السلوجان اوف ذا يير لان سلوجان اوف ذا يير ده لازم يطلع يوم 1 يناير. فبقول له قبلها حضرت سلوجان اوف ذا يير ليله راس السنه هتعرفي بكره. انا عارفه هيقول ايه حكايه نو انستراكشنز بطريقه او اخرى. فقال له فدادي قال له نو انستراكشنز. قال له تعالى بقى دي تمشي برضو يعني الناحيتين. يعني انت كمان ما تديش انستراكشنز بس لا تعيش وتدي من اصعب الحاجات ان الواحد يقعد يسوق ودادي جنبه. يا نهار ابيض بتزعل قوي لما نقول لك الحقيقه دي يا دادي. ليه؟ لانك لما حد فينا سايق انت متخيل ان احنا مش عارفين نسوق فبتقول لنا بجد نعمل ايه. شفتي العربيه دي شفتي بتاع ايه اعملي كده خلي بالك عدي ده خلاص هغير الموضوع لاحسن هيشتمنا. مره عمر ساب له العربيه ونزل انا فاكره. مش عارفه اخش في ايه لانه وانتوا بتتكلموا جت كذا فكره في راسي. اول حاجه خليني اعديها الاول لاني سالت بابايا على الباكت ليست هسال مامي على الباكت ليست. ايه حاجه نفسك تعمليها وما عملتيهاش؟ برضو هي ايتن حاجه بالسفر. عاوزه اشوف الاورورا بورياليس نفسي قوي. ايسلند او نوروي شمال نوروي. في قعدت ابص على الرحلات ممكن تاخدي كروز بدل ما تروحي حته تبقى في المركب وتروحي تشوفي بقى اللي هي الظاهره الكونيه العظيمه دي هي. طب وبعدين هنحقق الباكت ليست بتاعت مين الاول بقى؟ بتهيألي دادي عاوز برضو يجي دي لان عاوز يعمل لا بتخليك تاخدك هي سفريتها. هو عاوز يروح النرويج علشان الخلجان الفيوردز. ممكن نعمل ده. هو الراجل قال لك مش عايز اروح اوروبا. قول عاوز اروح. قال مش عايز اروح اوروبا. ايه منير صح. طب معلش قصه حلوه قبل قصه السجاير هعمل قصتين كده الاتنين ألذ من بعض. ومامي بتتكلم ان هي كانت بتعتمد كتير قوي على بابايا يعني من اتفه الحاجات اللي في البيت
اكبر المشاكل، الحاجات الماديه، الحاجات الصغيره، كل حاجه. بصراحه بابايا طول عمره شايل لود اكتر من مامتي، وهي يعني بتأدمت الكلام ده، يعني بتعترف بيه. ريوايند بقى لما تعرفوا على بعض، لانه القصه دي يمكن مش ناس كتير عارفاها عليكم. قصه ازاي تعرفتوا على بعض، هو في فرق 10 سنين بين مامتي وبابايا، مش انا الاكبر طبعا. محدش قال لك كده. ايه دي؟ ايه يا منير؟ قول لها حاجه. افوتها طيب. سيبها تنكت. قصه ازاي تعرفتوا على بعض اسمعها من وجهه نظر منير الاول وبعد كده نوران، لانه قصه غريبه جدا. احنا بنرجع بيكو لاسكندريه سنه 81. زي الايام دي في يناير، صح؟ ها نرجع لسنه 61. رجعنا كتير قوي كده. طيب كان عندها 3 سنين يعني بس. 61 خدت شهاده اتمام الدراسه الابتدائيه، متفوق جدا طبعا. وبعدين رحت مدرسة مشهورة في اسكندرية، محرم بيه. فجاء أبويا قال لي عملت إيه؟ قلت له حطوني في فصل أدرس اللغة الألمانية. قال لي إزاي؟ هتبقى قصة طويلة لو قعدت أتكلم فيها. المهم راح هو قابل الناظر، والناظر أقنعه إن ابنه من مصلحته يدرس اللغة الألمانية، ووراله الفصل بتاع اللغة الألمانية كل أوائل. قال له توجيهات الزعيم خالد جمال عبد الناصر إن إحنا نهتم باللغة الألمانية، لأن هو يعتمد في تطوير مصر صناعيا، صناعة ثقيلة، حديد الصلب والصواريخ على ألمانيا. فأبويا سكت. كملت الدراسة 3 سنين إعدادي، ودخلت الثانوي 3 سنين في المدرسة، وتخرجت من الثانوية العامة ما أعرفش كلمة إنجليزي ما أعرفهاش. وبعدين كان في فيلم في أنا ذاك اسمه ذا كوليكتور، ده ولد مجنون جمع فراشات، خطف بنته وخباها بير، ما علينا. فبعد كده وانا بالليل بعد السينما على طول. ده سنة كام ده بقى؟ ده سنة تاني 70 اخر السبعينات المفروض بقى منير. وانا في الكلية. احنا دلوقتي مع منير اللي في كلية الطب في اسكندرية، اللي كان الانجليش بتاعه مش تمام، الالماني كان اقوى. دخل شاف فيلم ذا كوليكتور وطلع من السينما. لقيت الكتاب بيتباع في فاترينة مكتبة، دخلت اشتريته، قلت اقراه. خدته في البيت اقرا اول صفحه، كلام كتير مش فاهمه، رحت قافله ورميه، اركنه في المكتبه بتاعتي. بزويلة عندي مكتبه كبيره قوي كانت. وبعدين يا ستي جت المهم ركنته مش عارف اقراه. ابتديت اذاكر بقى طب الدراسه باللغه الانجليزيه سهلة جدا، لأنها مصطلحات، معظمها مصطلحات، ما فيش لغة يعني أدبية في الطب. المهم سنة تخرجت وبقيت مدرس مساعد وبراقب على الطلبة. فما عديت واحد دكتور كبير بتاع تخدير صاحب بابا، فقال لي منير انت اتجوزت خطبت؟ لا. قال لي تعالى عندي عروسه ليك، روح اطلع للاستاذ الدكتور عمر قول له عايز اتجوز بنتك. قلت له نهار ابيض استاذي، الاستاذ حاجه كبيره قوي، اطلع اقول له ما اقدرش. المهم هو مانج ان انا اشوفها تاني، ما علينا. هي قعدنا، كانت رفضتني بنهاية، حلفت مش هتتجوزني. خليها طيب ثانية واحدة، أنا أكمل؟ لا قولي حتتك وبعدين هنعمل كده. أوكي. الحتة بقى من ناحيتك هنا. الحتة من ناحيتي طبعا زي أمهات، ما تجيبيش سيرة الكتاب لسه. لا زي أمهات في مصر عادي يعني بيستهبلوا بناتهم، والبسي بقى علشان هنروح نزور مين ولا هنشوف مين، وتفاجئ أول ما مامي تقول لي كان البسي أعرف إن في عريس.
يومها ما فهمتش، لان كان المفروض رايحين هقابل صاحب دادي ده انكل جلال عارف الله يرحمه، فهو كان قال لي نوران تعالي علشان في اجانب جايين وعاوزك معاهم وانتي في الجمعيه العلميه. فمامي هتروحي ايه؟ اوكي لبست كان بقى تاير وبوت وكده، وحطيت الاشاره بتاعت الجمعيه العلميه ورايحه بقى علشان هشوف الاجانب. فرحت وقعدت، وبعدين قالوا لي لا ده دكتور منير جاء اهو، ده اللي هو المفروض مع الاجانب. اروح اندهه؟ لا ما تروحيش، عيب. في نادي سبورت. فين في النادي؟ في كلاب هاوس. اوكي. لسه فاكره كام سلمه. قال لي لا خليكي، انا مش معقول انا هندهه. قلت له لا كنت رايحه جاري. قلت له حضرتك دكتور منير؟ قال لي ايوه. قلت له طب دكتور جلال عارف مستنيك. فمنير طبعا عمل كده ايدي اللي جت، ورحنا قعدنا شويه، وبعدين بيقولوا ايه فين الناس الاجانب؟ انا مستنيه الاجانب بقى، ده كل اللي هاممني. فقالوا لا اعتذروا. فقلت مين اللي اعتذروا؟ انت قلت انكل جلال ولا انت كنت عارف ان في اجانب ولا مش فاهم لا القصه مفيش دي؟ اجانب خالص، تمثيليه. بس عارف التمثيليه؟ عارف عارف. فانا عشان كده فقلت لهم طب خلاص مفيش اجانب بقى، يعني هروح، صاحبتي قاعده بتذاكر لوحدها في البيت عندي، اروح اتغدى معاها. لا اقعدي اتغدي. بس عرفت بقى اقعدي اتغدي بقى، فهمت. رجعت انا بقى ثانيه، رجعت انا قلت طبعا قعدت قاعده مؤدبه حلوه شطوره، ورجعت وقلت قالوا لي ايه رايك بقى في الدكتور منير؟ قلت لهم لا. فرجعت ايه رايك في الدكتور منير؟ قلت لهم لا مش عاوزه دكتور، مش عاوزه اتجوز بالطريقه دي. طب وبعدين مهم بابايا الله يرحمه قال لي لا تعالي بقى، محدش يقول على حد من اول مره. انت ما تعرفوش، انت ما تعرفيوش، اقعدي مره تانية، وبعد تاني مره قولي لي ولا لا. فوضبوا قاعده عند واحده صاحبه مامي طنط كارول، بحبها قوي، امريكانيه، ويومها كان يوم خمسين والجو وحش جدا. وقتها جده كان اوريدي كان عارف منير كويس جدا. طبعا عارفه كويس جدا. هو مبسوط من الفكره. وعاوزني اديله فرصه تانية. طب استني، قبل ما تحكي قصه طنط كارول دادي بقى، ممكن تحكي لنا انت لما شفت بقى مامي قبل المره دي، ايه كان رايك ايه فيها اول مره؟ كان اول مره في الكليه الانتنسيف كير. انكل قلنا ده وقفت تتكلم وانا عمال اتفرج عليها. هي زعلت بقى عشان حست ان هي بعد كده، بس ساعتها ما كنتش عارف. بس عجبتك؟ طبعا. المهم لما شفتها في كلاب هاوس بقى عجبتني طبعا اكثر، وقعدت تتكلم وتنكت. قلت نكته بايخه زعلان منها لغايه دلوقتي. ايه هي النكته؟ لا ناسي. المهم كانت وحشه قوي، ما تضحكش اساسا. طب بعدين ماشي، رحنا عند طنط كارول. هي بقى في اليوم ده قالت والله ما متجوزه. ما حسيت؟ لا هي بقى الجو حسيت ان هي لا هي بتحكي لي. لا هي الجو كان وحش جدا، فقلت بص اهو يوم باين من اولها. ده تاني انا رايحه اقول لا، بس بسمع كلام بابايا، ورايحه وقاعده برضو لطيفه وبتكلم وبمنتهى الادب. دخلنا على الكتب والقراءه. دخلنا على القرايه، وانا احب القرايه، ومنير عرفت انه بيحب القرايه جدا، وقاري كل الادب العالمي، الانجليزي، الامريكاني، الروسي، الفرنساوي. مفيش كتاب جبنا سيرته الا ومنير قراه. فطبعا في حاله بقى ايه، حتى لا المؤشر ابتدى يتحرك كده. الادب الروسي قريت كله تولستوي ودوستويفسكي وتشيكوف الادب الروسي ما حدش بيقراه كنت قاري، لان كان عندي وقت فاضي من اعدادي لثانوي. كنت بقعد في مكتب ابويا الله يرحمه فترة الظهر بداله، فكنت مثلا من الساعة 2 لعمل هو ما يرجع تاني الساعة 6. عندي 4 5 6 ساعات فاضيين كنت اقعد اقرا. كانت ايام حلوة قوي. فتقول لي بعدين ربنا بقى القدر، الدستني، قدر. قالت لي في كتاب بدور عليه ما لقيتوش. قلت لها ايه هو؟ قالت لي كوليكتور بتاع قلت والله وحياة ربي الكتاب الوحيد اللي اشتريته في حياتي باللغة الإنجليزية. والكتاب الوحيد اللي انا بدور عليه ومش لاقيه. imagine عندي هجيبه لك. هي بقى ابتدت خلاص بقى
خلاص انبهار 100%. العقرب رجع ومشيت بقى الحكايه. لانه قالت لو عنده ذا كولكتور بالانجلش بالظبط. الكتاب اللي انا مش يا لاقياه نهار ده عنده أبيض. ايه بقى؟ امهات الكتب خلاص لا ما عندوش جابوا. ولا حاجه بالانجلش. هو ده، لا ما انا مش مهم، المهم ان هو قاري كل ده. بس بس الحاجه الوحيده اللي بدور عليها ان انا برضو طلعت من السينما ولقيت الكتاب كان يا اما معيش فلوس اجيبه وخلص، يا اما واحد اشترى اخر نسخه. يمكن كان منير، ما اعرفش. ميبي كتاب عندي كتاب ما انا عارفه بس الكتاب ده يعني طبعا يا ريته معانا الكتاب ده، كنت حاسه ان انا كده كولكتور. هنوري صورته. سو ده كان 81، اتجوزته 83 وانا جيت 85 وعمر جاك 88. وثواني نحسب بقى من 82 للسنه دي. انتوا هتحتفلوا السنه دي بعيد جوازكم 43 من جوازة 83. صح 43 ان شاء الله. في رايكم ايه سر او ايه اللي بيخلي جواز يستمر؟ طبعا ups and downs بفترات زمنيه مختلفه بسيزونز مختلفه، يستمر وينجح بين 2 ل 10 20 30 40 فوق ال 40 سنه. ايه الحاجه؟ بعدين انا اقول او لو عاوزني انا اقول زي ما انت عاوز. ان انا توقعت ايتن تسال السؤال ده وحضرته. الحاجه الوحيده لا في رأيي أنا يعني الاحترام المتبادل أهم حاجة. الاحترام وعدم يعني التطاول والاحتواء، إنك دايما تحتوي اللي قدامك. بالعربي جبران الخاطر، الواحد يجبر بخاطر مراته أو هي تجبر بخاطر جوزها. بمعنى مثلا عملت أكلة وما عجبتنيش، ما لهاش وحشة، تملي بيقول وحشة. انا حاسس انها ناقصه ملح. انا حاسس البسله كانت احلى مره اللي فاتت، الصلصه قليله. هو ليه كده؟ ماشي يعني ده طول حياتي. بس جبران خواطر ماشي. احنا عارفين نعمل ايه بس مش شرط نعمل. ايه ده؟ يكمل. ده خلاص انت طبعا يعني قبل انا هزود حاجه. شور سند. طول عمرك سند لمام يعني. ده صديق فاكت طبعا. واكتر واحد احب الكومباني بتاعته، ويعني نخرج مع بعض لوحدنا ونتكلم مع بعض، يعني هو دمه خفيف. طبعا هو لذيذ. طبعا طب قول يا مام. قبل قرايه فتحتنا بيوم كان 21 مارس، كان عيد يعني عيد الام. قبلها بيوم جت واحده صاحبه مامي بتبارك لي وقالت لي نوران اهم حاجه الاحترام. ساعتها انا خدت كلامها وفاكراه كويس قوي. كانت قاعده فين بالظبط؟ في الليفينج روم تحت، وقاعدين مع بعض ازاي وهي مين؟ اكيد طنط عزه. مهم. فانا خدت كلمه احترام معناها الاحترام، نبقى محترمين ما نغلطش في بعض كده. انما بعد العمر ده كله بتعرفي ان الاحترام اشمل من كده بكتير. بتحترمي تفكيره، احلامه، الحاجات اللي بتضايقه. الخروجه دي عاوزها. كان تملي مثلا انا عاوز اخرج كتير، ومنير مثلا يقول لي ايه؟ اصل انا عندي صداع. كنت بقول له ده صداع سياسي، انت مش عاوز تخرج يعني. لا لازم الواحد مش عاوز يخرج خلاص مش هخرجه بالعافيه. فالاحترام بكل معانيه هو ده متهيألي السر يا ايتونه في اي علاقه. انا فاكره دادي يوم فرحي 2010 واحنا نازلين، فاكر في الزفه بتاعتي، كنت انا بتجوز في برشلونه، هنخش في اللقطه دي. بس فاكره قلت لي ايه وقتها؟ كنتوا بتحتفلوا تقريبا او احتفلتوا بعيد جوازكم 30 او هتحتفلوا بال30 صح؟ كان 2 كنا هنحتفل ب30 صح؟ سنه 2010 كان داخلين 30 سنه مستعجل ليه دي؟ بالراحه مستعجل. لو باين قلت لي كل حاجه عمال كنت توشوشها في ودني طول الليله واحنا نازلين واحنا بنرقص مع بعض وبتاع، عقبال ما توصلي 30 سنه سعيده في زواجك زي انا ومامتك. اكتر حاجه قلتها لي يوميها. عشان كده دايما في مخي طبعا دايما الواحد بيبص لاهله ان هم المثل الاعلى وهم الجول وهم كل حاجه. بس اعتقد ان ابتديت فعلا ابص عليكم مش كأم وأب، كزوج وزوجة بداية من اليوم ده. لما انت جوزتي بالظبط ابتديت ابص ان هم لا الكابل بقى الداينامكس عامله ازاي، مش بارنتس بالظبط.
انا بحب قوي قصه لما اتقابلته. طبعا مع تحفظاتي على جواز الصالوناتي وارائي في الزمن اللي احنا فيه ده، بس I find it a very cute story. ممكن اقول حاجه؟ على قد ما دادي كان مبسوط من منير وقد ما مامي مبسوط، كل ما قابله يعني تقول لي كنا بنتقابل احنا يعني برضو في اصول، فنتقابل في الكليه فين؟ في المشرح. فكل منير يشرح لي اي حاجه على الجثه بقى كده، سوري يعني في الشكل اللي هي وبعدين ارجع عنده في المكتب يعمل لي، عارفه بحب شاي بنعناع، فحاطط تي باجز حواليها نعناع ناشف، ما كانش فيه بقى الاوبشن تي باج كامل كده، وعارف بحب الشوكليت. وسامر اخويا يقول لي ضحك عليكي بالشوكولاته. المهم كنا نقعد بقى كده، فكل مره ارجع مامي تقول لي ها ايه رايك كام في المية، عاوزه تتاكد ان انا الحكايه يعني ماشيه بتقدم في يعني احنا مع بعض. وبعدين جيت في وقت قلت ايه يعني انا يعني كل ده بقول له دكتور منير، ما اقدرش اقول له منير، خطيبي الدكتور منير ما كانش خطيب. فكتبت في ورقه كده موافقه وحطيتها في ظرف واديتها لساجي اختي الصغيره، كانت في 5 ابتدائي. قلت لها ادي دي لدادي وانت بتصحيه من نومه الظهر. قالت لي ايه دي؟ قلت لها موافقه. قالت لي على ايه؟ قلت لها موافقه على الدكتور منير. قالت لي الله هبقى خاله امتى؟ فكان ده اهم حاجه عندها. فالمهم دادي ندهني يعني ايه موافقه؟ قال لها طب مش انتوا عاوزيني، مش ده اللي انتوا عاوزيني اتجوزه؟ قلت له موافقه يا دكتور منير. قال لي ليه؟ قلت له علشان يعني بقالنا كذا مره شفنا بعض اوكي، وعنده كتاب ذا كولكتور مثلا طبعا خدته وقريته منه. فقال لي لا. قلت يا ربي هو غير رايه ليه؟ قال لي لا انت شفتيه وهو زعلان وهو عيان وهو متنرفز، مش يمكن يطلع مجنون؟ انا عاوزك ترجعي وتدوري على كل الحاجات دي فيه لغايه ما وتقولي لي بقى رايه فيه ايه. فحسيت ان انا بقى كده مرتاحه، وابتديت اعمل ايه يا منير؟ التولرنس بتاعي. تجيب لي ناديه صاحبتها تقول لها شوفي هو بيتكلم، ناديه تقول رايها. سهام بتلبس لبس يعني مش مناسب للكليه، انما والله والله حطيتك في اختبارات. بس طب بس عندي سؤال. انا بفتخر جدا بالسلالات اللي انا جايه منها، سواء كانت نص زعربان نص شافعي، ومامتي هتشوفوها كده قاعده عينيها زرقاء وبتتكلم عن ثقافتها وسفرها، وانا بحب اقرا واعمل واهلي اتراك وكذا وكذا، بس هي تقلب فجاه تقول لك انا سعوديه، انا مخي صعيدي. قبل ما ننتقل لحته مامي سعوديه، بس انه كان في زي ما يمكن ناس كتير مش عارفه انه culturally speaking او كباك جراوند كسوشيال باك جراوند كان في اختلاف شويه. مامتي من عيله يمكن كلهم درسوا طب وسافروا وعملوا وهاير education وكل حاجه، بس القصه اللي انا بفتخر بيها شخصيا هي قصه كفاح جدي محمد طبعا، اللي احنا اتكلمنا فيها ببساطه في فيديو نزل في الصيف، على انه انا جدي محمد كان يمكن تعليمه ما جالوش الفرصه انه يتعلم بالشكل اللي ولاده 10 اتعلموا بيها. بس مخه وثقافته وقد ايه كان مطلع على الحياه من خلال الراديو. انا فاكره حكيت لي كانت حاجه يمكن ناس كتير رغم دراستها ما فهمتش الدنيا بالشكل اللي هو فهم فيها. بس السؤال اللي عايزه اقوله لكم، انا بحب قوي اتكلم في الموضوع ده، لانه ناس كتير بتبقى فيكسيتد على حته ماتيرياليستيك، انه لازم نبقوا نفس البيت زي البيت، العيله زي العيله. نبص هنا بالظبط، نبص المخ عامل ازاي. المخ يبقى زي المخ زي المخ، الفاليوز، البني ادم من جوه نظافته عامل ازاي. انا مش بقول نروح نجيب حد شحات ولا ما عندوش شغل ولا ما عندوش طموح في الحياه ونتجوزه، بس لازم يكون كده. بس انا بفتح الموضوع ده عشان اسال في الاول، هل كان كنتوا بتحسوا في اختلاف او في تفاوت او في احنا جايين من بيئتين مش زي بعض، ولا لا خالص؟ انا ما حسيتش بيها. نوران هي حسيتي انت بيها؟ لا خالص. لا خالص. يعني كنت من الحاجات اللي بعتز بيها طبعا، انا كان نفسي اقابل جده محمد قوي، الله يرحمه، من كتر ما منير بيحكي عليه. حاجه صفيه مامة منير ست طيبه وكامله وحنينه
وبطلة خلفت 12 مرة، ربت 6 رجالة و4 ستات، حاجة يعني. كان في حالتين وفاة. كانوا هم صغنطتين قوي. فيعني ومع ذلك هي يعني مش الست اللي هي التيبيكال المصريه اللي بنشوفها في الافلام، الست طيبه بتاعت بيتها بتاعت ولادها. فكان تملي منير يقول لي ايه، انا امي لو مشيت لوحدها في الشارع هتوه، لازم حد معاه. كان تملي يقول لي كده. فبس مثلا يعني ما يكسفش يعني. لا ابد، انا بفتخر لا. لانه الفخر هم ما جالهمش فرص ورفضوها او ما اخدوهاش. هم ما كانش عندهم الحظ اللي كان موجود عندي او عند مامي او عند حضرتك واخواتك. بالظبط. هم خلقوا لكم الحظ ده. طبعا يعني على احسن مستوى. الوالد الله يرحمه كان كل همه نبقى متفوقين في الدراسة. كان دايما يقول لي يا ابني انت كويس، اجيب لك درس تاخد درس. اقول له يا بابا انا مش عايز، انا كويس، طب ما تاخد درس. والله يا نوران كان دايما، كان ايامينا بقى اللي كان ياخد درس ده كان فضيحة. كانت الولد او البنت اللي بتاخد درس وبقية الفصل يعرف، كان يعايره يتنمر عليه. البليد هو اللي بياخد درس، ما كانش في حاجة اسمها دروس. لا بس انت كنت شاطر قوي. طبعا. بس من اكتر الحاجات اللي انا بحبها يعني، اول لما من ساعه ما اتخطبنا كان مثلا جدو قالنا يعني مامي ودادي يسافروا، وكان لازم نتعزم في البيت كذا مره عند منير، سواء واحنا مخطوبين او واحنا متجوزين، انا وسامر وساجي اخواتي. وكنت احب قوي بالذات لما نكون في رمضان، عشان السفره عندهم كبيره لو تفتكريها ايتم قوي، والعيله كلها قاعده عليها، كل الاخوات اللي اتجوز منه ولسه ما اتجوزش، وقد ايه كانت بتبقى الحكايه فيها دفء قوي قوي قوي. ما هي دي هي. انا فاكره بيت العيله growing up، كمان بيت العيله بتاع يعني بابايا كان فيه دفء وحب اكتر ما بيت انا وجدته كان فن. كان هنروح نتسلى، بس كان بيت زحمه وعيله في العيد. فاكره في العيد. طب خلينا نرجع عشان اشوف ديدي عمال يبتسم لطفولتك. اوكي، لانها تحولت كذا جزء. كان في منير التلميذ المتفوق، كان في منير الريباليس شويه في المدرسه، وفي مرحله الصياعه برضو كان في شويه شويه قصص. انت المديئة محترمه يوم ما كسرت الريكوردر. وكان في منير اللي اخذ مسؤوليه 9 اخواته لما باباه توفى، ومع ذلك فضل متفوق. لما بترجع كده تبص على شريط حياتك وانت طفل ومراهق وفي اوائل العشرينات، ايه المحطات اللي بتحب تقف عندها اكتر حته؟ نوران فكرتني يعني مش ندمان ما سمعتش كلام ابويا. ابويا الله يرحمه كان عايز خلينا اتجوز بنت واحد صاحبه سنة 68. صوري بقى لو انا اتجوزت 68 خلفتها وانا عندي كان عنده 20 سنة يعني 70 سنة. انا سنة 70 دلوقتي كان بنتي بقى عندها كام؟ مش 57 سنة يعني. كان زماني انا عندي 57 سنة. صوري مش انا يعني. فعملت ايه لما قال لك كذا مرة يقول لي شوفها، انا اروح لهم. في الاخر كان جايب لي، كان حاج وجايب ريكوردر بورتبل كبير كده وحزام يتعلق. مسكته وبته على الترابيزه. المره الوحيده اللي زعلته فيها قلت له انا مش عايز اتجوز، انا اللي هتجوز مش انت، فما يجيبليش سيره الجواز تاني. كنت سنه تانية كليه الطب لسه. دي المره الوحيده اللي زعلته فيها. وبعدين امي كانت تقول لي دايما روح يا ابني ربنا يرزقك بواحده تصطبح بيها ويحبب فيك طوب الارض. والله يا نوران يعني ايه يا امي اصطبح بيها دي؟ بالشتيمه دي ولا ايه؟ تدي عليا ولا؟ قالت لي لا، معناها تحب اول حاجه تشوف وشها يعني ربنا يبارك لك في يومك. وقد كان يعني لغايه دلوقتي بشوف النوران الصبح بقى مبسوط، بالرغم ان هي بتكلمش حد الصبح، بتقعد تشرب الشاي في السرير. لكن الحاجات اللي نفسي احققها في حياتي يعني تقوم تفطر معايا مره
انا مش هعلق عشان انا لساني اتبرى من الحته دي. انا مش لساني قمت فطرت معاكم النهارده عشان عيد ميلاد كلوي، مش عشان سواد عينينا. ماشي. سؤال بيجي لي دايما يا دادي وهو اسمي ايتن زعربان. كل واحد اتقل من طبعا المصريين متعودين على اسم ايتن، بس ناس كتير ايتن ايثن ايتين، يعني بتسمى اغرب الاسامي اللي في الدنيا. وانا عارفه ان جدتي هي اللي سمتني ايتن وانتوا كان عندكم اسامي تانية بتفكروا فيها، بس هو جزء ايتن وجزء زعربان. الناس بتقف عند ايتن وبعدين تقف جامد قوي عند زعربان. ايه ده؟ ايه الاسم التقيل ده؟ كنت اللي سمتنا واحده ست فضيلة مرات انكل جلال اللي عرفنا على بعض. ايوه لما تيجي تقول ايه رايكم في بس بعد كده بقى ايتن كتير. في ايتن، بس انا قصدي هو تركيبه ايتن وزعربان. انت شايفه طب اوكي انت شايفه نفسك ممكن لو كنت يعني ليكي الخير كنت تسمي نفسك؟ لا مش على، انا مش بتكلم على والله. اسمي، لا ما انا بحب اسمي جدا، انتوا عارفين انا بحب اسمي جدا. بس انا بتكلم على زعربان. عمرك دخلت في مرحله ريسيرش اللي هو مين زعربان ده وايه ليه اسمنا كده؟ طبعا. وهي حتى في اسكندريه بالصمت اريا. لا مالناش دعوه بيها دي. لا المعنى الثاني اللي هي زعربان، وفعلا كذا حد اكد لي ذو العربان. ذو العربان of the Arabs. يعني احنا عرب؟ تفتكر احنا عرب؟ اكيد. عرب احنا مصريين. قبائل عربيه قصدك؟ لا تحس انا اولا نفسي اعمل DNA تيست قوي عشان اشوف احنا ايه، بس تحسي دي احنا زعربان مصريين اسكندرانيه ولا فينا خلطه تانية؟ تفتكر ايه؟ جنس اسمه خوخازي، من يعني جنس ابيض خوخازي اللي يسكن الجزء الشرقي من اسيا والغربي من اوروبا. كوكيجن. منير مش قلت حاجه مره حاجه من ناحيه المغرب العربي؟ ده اللي هي زعربان ممكن حاجه. لا زعربان دي معناها ذو العربان فعلا. في ابويا تربى في قريه جنب الدلنجات في محافظة البحيرة قريبة من دمنهور، وكان وسابها لأن أبوه مات وسابها وعنده 12 سنة جه اسكندرية. حكيت لك الحكاية دي. بس جه اسكندرية وعنده 12 سنة. وقصة لما قعد على السلمة وقال أنا هشتري العمارة دي. القصة دي لازم تتكتب بجد. فكرت فيها كده. اشترى. وكان شخصية قوية قوي. كان نفسي اقابله، يمكن عشان كده كان عايز يجوزك بدري. كان حاسس انه وقته على الارض مش كتير، وكان نفسه يشوف ولادك. ممكن. بس هو اكيد شايفنا دلوقتي وحاسس بينا اكيد، وفخور ان احنا قاعدين بنسجل حلقة وبنتكلم عليه. بس مامي سعدية، مامي عارفة ان هي من بني سويف، مع ان بني سويف وتركيا نص يعني مامي اصولها يعني 3/4 تركي، ربع مصري، وجد عمر الله يرحمه صعيدي من بني سويف، وبعتز بالاتنين، بل يمكن اميل للجانب الصعيدي اكتر. احنا عارفين لان رحت ولينا هناك جذور. مامي ما تقوليش كده، مامي ما تقوليش كده، لا ثانيه واحده. هي دادي هي بتتلكك كل ما تعمل اي حاجه. اصلا انا سعيديه، اصلا انا سعيديه. ما انا ببرر ساعات ليه بيبقى مخي ناشف في حاجه معينه. ان وسامر كده مخها ناشف قوي يا دادي. نوران مخي ناشف؟ لا مش لا ناشف. لو هتغير اي حاجه فيها هتغير ايه مامي؟ تصحى تفطر معايا. لا خليها طولت الباب شويه من دول، بتتعصب بكتير قوي يعني، خلقها بقى ضيق شويه، مش بستحمل الناس ده صح. لا والله في ناس طب انت لو عايز تغيري اي حاجه في دادي هتغيري في ايه؟ ما هوش المطبخ. ليه كل واحد فيكم بيجاوب على السؤال؟ يعني ما تخلي التاني اللي بجد. احنا عارفين. انا بحب المطبخ. لا هسيبك تخش المطبخ، بس بحب هنكر في المطبخ. اقفل الادراج وراك، اقفل الادراج. بس على فكره معلش طول عمره اكله احلى من اكلك. لا ده حقيقي، بايخه قوي يعني. ده حقيقي. سندوتشات وابنه طالع له عمر كمان بيعمل احلى سندوتشات. بس لا هو لا احلى اكل. لا هو يعني بياخد الريسبيز بتاعتي بجد. مين هم طيب؟ كلهم هيشوفون دلوقتي فتحي وعباس ومحسن. طول عمري وانا صغيره لما اجي خارجه مع صحابي، وطبعا بابايا عشان مايكرو مانجر، ومثلا انا نازله مع صحابي الكلام ده يا كلوي، لا كنت كبيره شويه ما كنتش في سنك، انا خارجه كل مره فاكر دادي مع مين هيكون مع مين، هم نفس الناس يعني. اقول لك مين فاكر اساميهم؟ مين صحاب ايتم بتخرج معاهم؟
الاسامي اللي بقى له. مش عارف، ما انت بتقولي فتحي وعباس. هم دول. طب انا عايزه انط، احنا حاسه ان احنا اتكلمنا في الاربعينات. بابايا مواليد 48، مامي 58. بابايا حكى لنا شويه على نشأته في اسكندريه، وجده محمد وجدتي صفيه الله يرحمهم، وانه البيئه كانت عامله ازاي، التربيه كانت عامله ازاي، الصعوبات، الضغوطات، الاخوات. اتعرف على مامي في الثمانينات، ازاي اتعرفوا على بعض. هما الاثنين جمعهم دراسه الطب، ووجود جدي الله يرحمه دكتور عمر اللي هو كان والد مامتي وفي نفس الوقت كان استاذ بابايا ابتدى يتعب مننا، فانا حاسه ان انا هصحصحه دلوقتي، هاخده الحته حلوه في حياته. وجوزوا وخلفونا وعشنا في اسكندريه سنين حلوه جدا. كانت اسكندريه لسه حلوه كده. وبعدين سنة 2001 أحلى تشابتر أو أحلى جزء في حياتنا دخل، أو ده كانت السنة اللي هي حصل وقتها 9/11، فاكرة قوي لأن احنا سافرنا في يوميها. وجت جزء أو مرحلة لبنان. بابايا منير كان وكيل كلية طب اسكندرية وقتها، وجاله بروموشن انه يبقى عميد كلية طب جامعة بيروت العربية. جامعة بيروت العربية هي جزء تابع لجامعة اسكندرية، وده بيعني ان كل ستاف الجامعة بيبقى جاي من جامعة اسكندرية، وبتبقى إعارة مدتها 4 سنين قابلة للامتداد. إعارة بابايا ابتدت سنة 2001، كان أنا عندي 16 سنة، عمر كان عنده 12 سنة 13 سنة. أحلى سنين حياتنا كعيلة بالزبط. على مستوى العائلي وعلى المستوى الفردي لينا احنا كل واحد ابتدت. رجع للبنان بقى، بس ابتدت معايا متأخر شوية. أنا عندي لبنان حاجات كتير قوي متأخر يعني. بتاني سنة انت دمجتي لما دخلتي كلية. أول سنة كانت ثانوية عامة. لا انت كتير بتحبي لبنان ليه؟ احنا اللي نسألك. ماشي. هعقب بس على الحته دي. اول سنه لبنان بالنسبه لي كانت صعبه لانه كنت ثانويه عامه، وكنت بسافر كتير ما بين اسكندريه وبيروت عشان اكمل المدرسه. فكنت عندي زي فرستريشن انه بابايا بينزل يروح الشغل، مامتي وقتها كانت بتشتغل في كليه العلوم، عمر اخويا بيروح المدرسه، وانا ما عنديش حته اروحها كل يوم. وحاسه ان انتوا كلكم حياتكم ابتدت وانا حياتي لسه اون هولد عشان اخلص مدرسه. ما عنديش صحاب، ما عنديش حته اروحها. بس الموضوع ده خلص بسرعه لاني خلصت ثانويه عامه الحمد لله كده، ربنا وفقني. مع اني ما حضرتش مدرسه، عملت كام درس كده ظبطت الدنيا ودخلت. لما ابتديت جامعه بقى احكي انا ليه انا مهمه بالنسبه لي. انا بالنسبه لي ليه حلوه؟ ليه حلوه؟ لانه قربتنا احنا الاربعه من بعض جدا. كان دايما في اسكندريه الويكند بتيجي كل واحد فينا عنده حاجات يعملها. كنا دايما بنتغدى مع بعض يوم الجمعة، بس كانت حياتنا زحمة وفي حاجات كتير بتحصل. لبنان كان بيئة جديدة، مدينة جديدة، فكنا عايزين نكتشف حاجات كتير مع بعض، من حتت نزورها لأماكن سياحية لناس لأكل نفهم أصلا احنا عايشين فين، والشارع اللي ورانا ده فيه ايه، والصيدلية. الحياة دي اكتشفناها مع بعض، فحاسة انها قربتنا من بعض جدا. ميموريز كتير قوي، البيوت اللي عشنا فيها، او هو بيت عشنا فيه اول بيت ده. وانا بالنسبه لي لبنان فهمتني نفسي، لانه اتشلت كده من اسكندريه في سن كل البنات بيحاولوا يعيشوا نفس الحياه، وانا اتشلت واتحطيت في بيئه جديده وواجهت نفسي اللي هو انت مين، وعايزه تعملي ايه، وعايزه تدرسي ايه، ومين صحابك اللي هتتعرفي عليهم، مين الناس اللي هتتعرفي عليهم بس مش عايزة يبقوا في حياتك، عايز تدرسي ايه، عايز تعملي ايه في وقتك الفاضي. الحمد لله بسرعة يعني طبعا طريقة فتح لي ودخلت مجال الإعلام وشغلي في التلفزيون. بعد 7 سنين تعرفت على كريم. يعني أنا عشت فكرة دايتي سنين لبنان كلها أقول أنا مش هتجوز لبناني مش هتجوز لبناني واتجوزت لبناني. تعرفت على كريم ازاي؟ انت قول بقى، انت عايز تقول القصه دي. مع انها قصه ايتن لما منير بيحبها قوي، بيحب القصه دي جدا. سيرفانتس المعهد الاسباني في بيروت. ده اديب من ادباء اسبانيا كبار قوي. ايه اهم قصه كتبها؟ مش عارف. ايه يا نوران؟ دون كيشوت. مش كده؟ دون كيشوت. بيحارب طواحين الهوى زي انا بالليل
من كام يوم بكلم قبعتين موجودين على الحيطة، بقول له تعالى يا ابني انت هو بتعملوا ايه هنا؟ والله يا ايتن ومكنش عارف اقوم من السرير في اليوم ده، مش قادر اقوم. طب تعالى ساعدني اقوم يا ابني، يا ابني تعالى انت وهو استرجع. مفيش اي حد في الاوضه؟ لا في ايه؟ صورتين بتوع كلوي. صورتين تالي راس اتنين بيتكلموا. زعلت من نفسي او ايه اللي انا بخرفه ده، لان قعدت على السرير يعني شبه صاحي. سيرفنس لا يعني هي انا ما اعرفش اجيبها ازاي، يعني ايتن خدت كريم لبناني متربي في كندا وشخصية جميلة جدا، بس ازاي انا يعني شفتد من اني اوصيه على بنتي اللي بقيت اوصي بنتي عليه. يعني ده يدل على انه هو ولد مهذب جدا، مخه حلو قوي، مش بتاع لف ولا دوران، كوريكت، ويعني راجل بيت من الدرجة الأولى في كل الحاجات اللي الواحد يتمناها لبنته يعني، وراجل في نفس الوقت راجل يعني كله رجولة. عارف احلى حاجه دادي لما تعرفت على كريم وان هو لبناني ومن بيئه مختلفه عننا يعني، اللي بحبه فيكو ده اللي حطيتوه فينا انا وعمر هو انه استغملوا مخكم. مخكم هو اللوجيك بتاعكم وطريقه تفكيركم، وده هو اللي هيوجهكم للطريق الصح. يمكن من الاسئله الكومن قوي اللي الناس بتسالها لما اتنين يتعرفوا على بعض في مصر، مين اهله؟ حد يعرفه؟ نبتدي نسال عليه. اول حاجه كانت كريم ان احنا مفيش حد، مش هنسال عليه لانه يعني هو احنا اصلا من بلاد مختلفه. وهنا دي اجابه السؤال اللي هو مش مهم اصلا نسال عليه، عشان لو البني ادم كويس ليه هنسال الغرب يدونا رايهم فيه؟ دي اول حاجه. تاني حاجه، ودي الحاجه بقى اللي انا ناس كتير يمكن تبقى مش عارفه، شخصيتك الجامده دي المتمرده اللي بتسال دي انا اخدتها من اهلي، لان اهلي غرزوا فيا حته اللي هو انتي تفكيرك مهم، انتي رايك مهم، انتي اسالي وافهمي ووصلي الكونكلوجن بنفسك حتى لو بتتحدي المجتمع شويه. ما هو دي حياتي انا. وهنا هرجع على فكره حته في بيروت برضو، صديق بدون ذكر اسماء كان صديق ليكو، فاكر؟ لانه احنا عشنا مع بعض كعيله في لبنان 4 سنين، وبعد كده انا كملت حوالي 3 سنين لوحدي. فاكر كلمك قال لك ايه؟ رجع بنتك ولا ترجع؟ قول لها ترجع ليه؟ يعني شافك ماشي مع واحد، ماشي واحد في الشارع، ممكن يبقى اي حد يعني. المهم قلت له بنتي ما بتخبيش عني حاجه، عارف حياتها ان ديتيل، وانا الكلمه دي انا ايمين، لان عارف ان انت بتحكي لنوران وممكن تحكي لي برضو كل حاجه، وحتى هزود الحاجات اللي مش بحكيها انت كنت بتثق فيا لدرجه اللي هو هي متربيه تعرف تقيم حياتها لنفسها وتاخد قراراتها. ما هي دي اللي انا فاكره زمان حد قال لي يعني حد كان اجنبي قال اهم حاجه لاولادكم ادوهم يعني هقولها بالانجلش a good set of principles. اوكي، المبادئ مظبوطه قوي وبعدين سيبوهم. اديتوهم ده خلاص، خليهم هم يطيروا، هيسافروا، هيعيشوا هنا، يتعاملوا مع ناس، هيحبوا، هيتحبوا، هيكرهوا، هيغلطوا، بس عندهم اللي هو المبادئ دي هي موجوده خلاص. بس ما كانش في ناس كتير بتقول لكم بالرغم من كل المبادئ والتربيه وقد احنا قريبين كبعض كعيله، اللي هو اكيد جات لكم بعد كده اللي هو انتوا ازاي سايبين ايتن عايشه لوحدها في لبنان وبتشتغل في التلفزيون وعايشه حياتها وبتسافر وايه جرأتها وكلامها، حتى لحد النهارده وطلع على البودكاست بتقول كذا وبتعمل كذا. يعني ممكن بتسمعيها ايتن، بس الناس اللي عارفه ايتن واللي عارفانا استحالة يقولوها. يمكن يقولوا هم سيبينها ليه، هم اتجوزوها ليه، بس خلي بالك دلوقتي بقى في عدد كبير جدا من البنات المصريات بيتجوزوا غير مصريين. صح؟ يعني حتى مش بس من الدول العربية، حتى من الدول الأجنبية بقت الحكاية دي. فيعني بفتكر كلام أنكل عادل الجزرين الله يرحمه، أوكي، إن إحنا يعني بيقول إحنا بقينا زي جلوبال فيليج. إحنا مصر يعني تخيل الراجل الكبير ده هو الله يرحمه. هقول حاجة بس، دكتور عادل الجزرين أو أنكل عادل الجزرين هو الله يرحمه كان زوج جدتي، الزوج الثاني بعد ما جدي الله يرحمه يتوفى.
حلو قوي ان انت جبتيه في اللحظه دي من الحديث، لانه ده كمان وقتها كان ناس كتير من المجتمع جت قالت ايه ده هي جدتها هتتجوز، هي الست دي هتتجوز وهي اصلا عندها اولاد واحفاد كانت في اواخر الخمسينات. طب ما تتجوز، ده بالعكس، ده احنا اللي كنا بنقول لها اتجوزي، بس بتقول ايه الناس بيقولوا، قلت لها طب ما تخلي الاشاعه حقيقي يعني في ايه. فاكر ده انا يعني قد ايه بحب جدي عمر الله يرحمه، بس هو توفى وانا عندي 6 سنين. انا اعرف انكل عادل الله يرحمه اكتر ما عرفت جدي عمر، بالذات عشان قعدتي في القاهره شويه بس. فانا مبسوطه انك جبتي سيرته، لانه انا كنت قريبه منه جدا، بحبه جدا، راجل جميل وافتخر. مهم قوي يا جماعه ان الواحد يبقى فخور ب الطبق السلطه اللي هو عيلته، اللي هو انا جاي منين ومين اتجوز مين ومين عمل ايه، بالحلو بالوحش بالمر. دي انت فاكره حتى تعبت مننا انت، معلش تسجيل طويل شويه. معلش. هو راجل كمان كان عنده فيجن وعنده مصر في حياته، وهو يعني مثقف جدا جدا، درجة عالية من الثقافة، ورأيه دايما يعني في السديد وحكيم. وانتي اكتر واحدة قعدتي معاه تقريبا بالليل. كان دايما بيشجعني انا على مثلا بتسافري، بتعملي، بتقري، بتتعرفي، بتصاحبي، اي حاجة، عيشي انه الحياة كان روحه شباب قوي. يعني هو يمكن كان كبير في السن بس روحه شباب، وكان يعني على قد ما هو ملم بحاجات كتيرة جدا، إلا إنه عمره ما يفرض رأيه، مش هيقول رأيه إلا لو طلبتي منه. وده بس انتوا كمان كده على فكرة. يعني أنا عمالة أتخيل أنكل عادل في بيروت، عشان أنا مخي دلوقتي وصل لمرحلة بيروت. دي أحلى حاجة بالنسبة لك، أحلى ميموري من ال4 سنين بتوعك في بيروت كانت إيه؟ لما ترجع كده المنير وهو عايش في لبنان. Development of your personality and character of عمر برضو تغير خالص بقى. يعني لو كان قاعد في مصر في الوقت ده كان هيبقى برضو شاب يخرج وعايز يهيص ويسهر ويشرب وبتاع. فالحمد لله ان هو اتحمى في بيروت، عرف قيمة العمل، عرف قيمة ان هو يعني، بس هو سهر وخرج وعاش حياته في بيروت. احنا يعني احنا عايشين حياتنا بس بالانس. اديته يعني سوري يا منير قولي لا قول. اتس اوكي. اديته ايه؟ لا اللي هو عرف يعني يبقى شاطر ويستعمل مخه، ويبقى الفهلوه فيه دي اتبلورت، وان هو يعني الحاجه انا عارف قيمتها. انا اشتريت ده بس واحنا ماشيين من لبنان، لو تفتكري دادي قال اوكي ادوا نمر تليفوناتكم بقى لكل حد. ايتن قاعده خلي نمرتك، نوران منير. عمر تاجر. راح وقف قدام اوتيل، لقى واحد طالع فبيقول له انا عاوز مطعم، قال له كذا، قال له عاوز مش عارفه فين، قال له كذا، قال له عاوز اشتري مني كارت فين، قال له اهو ده بكذا. فعارفه فيعني فدي طول عمره هو ستريت سمارت كده يعني. بالظبط. متهيألي دي اتخلقت في لبنان. انا كل حد يسالني استفدت من لبنان. علمت ولادي الاول تعلموا، ولبنان عاشوا كويس وعرفوا. الحاجة الوحيدة اللي في تعليم ولادي علمته كويس في لبنان. يعني برضو أنا أسميه الاجتهاد والمصابرة والفيجن. أهم حاجة عندك فيجن، وعمر عنده فيجن إنه عايز يعمل إيه. ودقيت معرفة بتاعتكم ساعة غير مصر. مصر كانت برضو سوري في الكلمة، حياتكم برضو فيها شيء من التفاهة ومنغلقة. يعني في لبنان برضو في تفتح حلو يخلي الواحد يفهم نفسه أكتر. وأحفادك لبنانيات طبعا. يعني لبنان دلوقتي بقت في البيت عندنا، يعني غير كريم أحفاد والمناقيش. ما ينفعش نعيش من غير المناقيش. بس أنا هقف بقى في لبنان، لأن احنا عمالين نتكلم دلوقتي كله نايس اند فلافي وحاجات لذيذة، ومتجوزين بقى لهم 40 سنة وكله تمام والدنيا ورد. بس أنا unfiltered، بحب أتكلم في القصص الحلوة والوحش والمر مرارا بالباركنسونز والخناق والتعصيب وكل حاجة. في لقطة في لبنان أنا مش هنساها أبدا، وأعتقد دي كانت أول مرة أشوف إنه إزاي قلقتي علينا. إزاي كابل ممكن حاجة صغيرة تكبر ولو ما احتوهاش الدنيا تبوظ. وهي قصة أصلا تضحك جدا جدا جدا. بابايا كنت من شويه بتكلم ايام الصياعه، يعني السفر بقى مع صحابه وخروج وبتاع، وكان في شويه بقى شرب سجاير، وزمان ده كان اوبا يعني.
بالرغم من ان مامتي اخوها وباباها بيشربوا سجاير طول حياتهم حريقه، الا ان احنا بيتنا كاحنا الاربعه، انا وعمر ومامتي وبابايا، ما كانش بيت سموكينج، كان غير ان احنا دخلنا شويه انا وعمر لما كبرنا، بس بابايا ما كانش بيشرب سجاير. واذ فجاه انا قاعده فاكره مامتي لقت سجاير في درج شغل بابايا وقامت القيامه. فاكر يا دايزي المنظر ده؟ ان انا اعطيتها وعد مش هشرب، فانا خنت الوعد، كسرته، شربت سجاير. فهي تقالها اللي بيوعد وبيكسر الوعد، اللي يكذب في حاجه يكذب في كل في حاجه. اي حاجه تانية ممكن تحصل. وهي كانت في دماغها ستوري برضو لن نتطرق اليها ابدا، كانت خايفه ان اكون انا بكلمها وبلف وبعمل حاجه تانية من وراها. فده من هذا المنطق هي عندها حق طبعا، خافت. هي يعني انا الكونكلوجن هي اللي عندها حق مش لا انا. بس هو ما حدش غلطان، انت عملت حاجه بسيطه، هي خافت غلطان. وانتوا دخلتوني انا في النص. كنت بقول له ريحتك سجاير. فمثلا اجي ابوسه لما يرجع من الشغل يقول لي لا بديله ميه، اديله ميه. يقول لي لا ده عشان كان راكبين معايا في عربيه بيدخنوا، طب انا اعمل ايه؟ اقول له بس مش بس هدومك ده نفسك سجاير. فعارفه اللي هو ايه، لا وانا مصدقه انه لا، لغايه لما عمر لقى في الدرج بقى بتاع مكتبه سجاير، قلت له اكيد مش بتاعت باباك، اكيد عمر اللي لقاها وقتها. عمر اللي لقاها. كان بيجي ياخد درس عمر طبعا بيفتح كل الادراج، مش هيسال، مش هفتح درج دي ليه. فتح قاعد على الدرج. المكتب وفتح الدرج لقى علبه سجاير كنت. وبعدين لما سالت دادي لما جه من بره قال لي بتاعتي. بس بقى كانت الدنيا انت ايه، عارفه الدنيا ضلمت بقى. ايه زعلت وقفلت وقعدت تعيط مش عايزه تاكل. ما انت عماله تقول لها اطلعي اي حاجه بسيطه. كنت بتيجي تكلميني يومها لا انا تعبت قوي يوميها على فكره. حسيت بيه. تعبت بجد، لانه لقيت نفسي دخلت في النص وهما بيتخانقوا ومامي بتهدد وانا هسيب البيت وبابايا قاعد كده قاعد بيقرا في كتاب كده في السفره، وانا يا لهوي هنعمل ايه في المصيبه اللي احنا فيها دي. ساعات كمان لا ساعات الواحد يعني اوكي، انا يمكن الانفعال بتاعي كان مبالغ فيه، اوكي اتصدمت ماشي، هي كلمه كبيره بس اتصدمت. انما لما رجعت وقفلت على نفسي، طب بعد شويه طب فعلا هطلع نفسي من الموقف ده ازاي؟ ساعات الواحد يعني يوفر يالا وبعدين ده مش عارفه. وقعدنا ساعات اعتقد كان يوم وحش قوي. واعتقد ان لان احنا كنا في لبنان. انتوا صعبتوا عليا، لان احنا كنا في لبنان ومفيش حته اي حد يروح فيها الموضوع اتلم. انتوا صعبتوا عليا لغايه بقى لما سمعتي انا قلت ايه مامتي؟ ما في لانه احنا في لبنان ومفيش بيت تاني ممكن تقولي له الموضوع اتلم. ايوه اللي لم الموضوع ده هو كان حازم قوي. صبر عليها. بدأت الموضوع ما قمتيش تاكلي وتطلعي وفضلتي زعلانه، انا هاخد هدومي واروح انام في مايفير. اول خافت هي طالعه. لا بس لان كان من اول ما اتجوزنا قلت لمنير مهما يحصل بينا انا ما احبش اللي هو يسيب البيت ويمشي زعلان. اوكي فقلت له مهما يعني هناكل بعض اللي يزعل مشيتي كده، زعلتي وهبتي الباب ونزلتي اتمشيتي شويه كده شويه. بس اول ما اتجوزنا حكايه ما تعرفهاش انت، مش عارف ايه. اما اتجوزنا بعديها بشهر شهرين واحنا في الشقه بقى عملت مش عارف ايه، اتخانقنا فرحت نازل وساب الباب وهبت الباب ونزلت. وصلت باب الشارع لقيت قعدة تويلت بلاستيكة كانت زياده في البلكونه، خدتها ورميتها. انا مش عاوزه يعني بص يعني حس بيا، فمش فيش حاجه اعملها هكسر. تبصر في البلكونه لقيت دي ترميها، مش اقصد يعني تيجي عليه، انما حس بيا شوفني يعني انا متضايقه. افتكر جت على عربيه حد مش مهم عربيه، بس انا ساعتها بقى ايه قررت ما بيني وبين نفسي عمري ما مش عمري ما زعلاش، عمري ما وصلها لدرجه الانفعال اللي هي ترمي اي حاجه، تكسر اي حاجه، ترمي تويلت سيت. والله انت جميل يا دادي بجد. لا مش قوي برضه. اكيد ما هو مش من شويه ان انا بابايا برج العذراء وجوزي برج العذراء، اكيد ده يعني انا من كريم العذراء. هي دي ما انت عارف ايه الحلاوه دي؟ ايه بالك 20 سنه لا تعرف عشان عارف انه في اغسطس. ايوه ففاكره يمكن برج العذراء. ضحك بجد. الحاجه يمكن بدايه لبنان كانت بدايه حلوه، بس كان
اخر كبسوله كده احنا عشنا فيها كيونت، احنا الاربعه مع بعض في بيت واحد. من بعديها جاء تفكك اللي هو ده فاهمه سنه العصر اللي احنا فيه. شويه في لبنان واحنا رجعنا مصر، وين سافرتوا السعوديه وكل واحد في بلد. زمن غريب ده اللي كلنا عايشين فيه. زمن مش حلو. حته واحده. بس هنط من ده بقى لسؤال راندم جدا في بالي طول عمري. ليه كنتوا بتقولوا لنا ان الاكل هيجري ورانا يوم القيامه؟ وسباجيتي يعمل لهم ايه؟ ليه؟ هيلسوعهم. ليه كده؟ مش قصة انا اخترعتها عشان تخلصوا اكلكم. لازم تخلصوا طبعا. ونوع من بس كانوا بياكلوا كويس يعني، ما كانش عندي مشكله في اكل. ايه الرعب ده؟ ده مش تحفيز، ده رعب. كان يعني مهم قوي طبعا عشان بس انتوا ما بتقولوش كده على فكره للاحفاد. لا، لان انا بحترم انت بتقولي لما يقولوا شبعنا خلاص. خلينا نتكلم عن الشابتر الجدود ده. لان انتوا كل حاجه كنتوا بتعملوها كأم وأب بتعملوا عكسها كجد وجده. زي الاكل هيجري وراكم يوم القيامه، ما حدش بيقولها. ايتن انت بتقولي كلي على الكنبه وكلي في السرير وعيشي حياتك وخدي كاندي وخدي كيكه وخدي شوكولاته. ما انتوا كنتوا بتاكلوا كاندي. وما تزعقلهاش يا ايتن، وبالراحه عليها يا ايتن، وليه بتعملي كده يا ايتن؟ واحنا كان بيتحدف علينا شباشب بقى. احنا كنا بنضرب بالشماعات. اي بس ليه يا دادي تفتكر الجده والجد بيبقوا شخصيات مختلفه في التربيه مع احفادهم عكس ما كانوا مع ولادهم؟ انتوا ربوا، احنا دلع. رد انت. لا قولي. طب انت قول رايك ليه احنا بنعمل كده؟ يعني درجة الحب غير درجة الحب بتاعتك. يعني انا بحبك بس في نفس الوقت عايزك احسن واحدة في الدنيا، فدايما بحوط عليكي، بديكي انستراكشن قوية، بخودك للسكة ان هي يعني لازم توصلي. التانيين بقى الواحد بيبقى ضعيف قدامهم. مش مشكلتك. انت لخصتيها، مش مشكلتي. انا عايز الفن بس العب معاهم. يا سلام لما قلت لها تعالي بصيني النهارده، جات لي جري. دي عندي بايميلي، دي عندي بالدنيا. والتانية اللي هي نضجت قبل ميعادها دي لغايه السنه اللي فاتت كنت انيد هفج فر اعمل لها كده، كانت تيجي تحضن دراعي. يعني كلوي جميله حقيقي ان اعز الولد ولد الولد. انت عارفه اجابتي. شوف دادي يقول ايه. يعني مش كده، انما هو من ناحيه الدلع. يعني الواحد بيحس لازم يدلعهم يعني، او بمعنى اصح انا عارف ان ابوكم وامكم هتقصوا عليكم وهيربوكم بصرامه وبقوه، فسيبوني ادلع انا شويه. ناخد الحته الحلوه. انت كنت عايزه تقولي ايه؟ لا لا طبعا مش مظبوط اعز الولد، لان بحبهم كتير لانهم حته منكم. فانتوا ما شفتوش الحب اللي احنا اداهولكم وانتوا صغيرين. انتوا مش فاكرينه وانتوا بيبيهات، وانتوا مش ما شفتوش الحب ده قد ايه. يا ريت الواحد شفتوا الغلاسه. شفتوا الغلاسه. فاكر يا ريت الواحد يقدر يدوس على زرار كده يرجعه يعيش يوم او لحظه او ميموري في حياته. طول عمري كان نفسي لما حد بيسالني لو نفسك يبقى عندك قوه خارقه او سوبر باور، نفسك في ايه؟ نفسي تايم ترافل. ان انا ارجع اشوف حاجه معينه اعيشها كانت عامله ازاي، اشوف طفولتي، اشوف وانتوا صغير، اعيش حاجه زي كده. بس يعني الحاجه الوحيده اللي طبعا حسينا بيها احنا لما خلفنا هو صعوبة التربية، سبيشالي دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه ده، وانكم لوحدكم وان احنا لوحدنا وبنتي في سن مراهقة، ومن اصعب العلاقات في حياتي هي تربيتها، لانه طبعا هي شبهي في حاجات كتير قوي، فانا مش عارفة اربي نفسي يعني. دي الحقيقة. هي دي وده اللي بيخليني ارجع اقول يعني اكيد لو احنا مش مستصعبينها اكيد ايامكم كمان كانت صعبة جدا. طب ما تفكري انت كنتي عاوزة تتعاملي ازاي؟ يعني اللي عايزه اقوله هو انه حاجه واحده بس هفتكرها. وانتي صغيره، لو انا صغيره ما كنت عايزه تقولي لي بكره تخلفي وتحسي بقد ايه صعب تخلفي بنت. ما هي اوكي، بس في نفس الوقت لما كنت بلاقي صعوبه معاكي يا ايتن، لان يعني انا متهيالي الصعوبه بتلاقيها لما يكون الطفل ده او المراهق ده ذكي وسابق سنه. فانك تعرفي تتعاملي معاه لازم تسبقي الدنيا شويه. فلما كنت بقول لك كده هو يعني كان كل قصدي ان انت عاوزاكي احسن حاجه بس. واحنا الحمد لله يا دادي
يعني شكر ليك انت ومامي. اعتقد ان احنا وصلنا لمرحله حلوه، او هو عمر كمان بيجرب الابوه لاول مره. انا عارفه اني تعبتك قوي النهارده وقعدتك في كرسي مش مريح وميكروفون زنقك، بس انا ما ينفعش يبقى عندي دردشه انفلترد. ما ينفعش يبقى عندي دردشه انفلترد والمساحه دي من غير ما يبقى عندي اهم ضيوف في حياتي جايين قاعدين معايا بيتكلموا، لانه انتوا السبب ان انا الشخصيه دي الانفلترد، سواء بقى عاجبه الناس مش عاجبه الناس، بتكلم انجليزي عربي هندي، بتكلم بسرعه، اللي بعمله فهو جرأتي وصراحتي وان انا بحب الحمد لله اتاحت لي الفرصه ان انا اعمل حاجه بحبها، فهو ده شكر ليكوا انتوا. وايه رايك دادي قبل ما نقفل بس وتنام مننا، قول لي ايه كانت رايك في تجربتك في اول تسجيل بودكاست في معايا في استوديو؟ حلوه؟ امين. تجربه جميله. في موضوع كنت اتكلمت فيه، فكريني كده. على ايه؟ على تربيه البنات الاحفاد. لا من شهر لشهر. حلقات قديمه؟ حاجه اتكلمت فيها ايتن. معظمها كانت بتعجبني يعني. حاجه معينه فيهم؟ ناسي مش مشكله. انا عارفه انك تعبت ومقدره قوي انك اجيت يعني مشوار دبي ومشوار استوديو والقعده دي متعبه، بس انا كان نفسي افرج نبذه كده عن علاقتنا ببعض وعن مين هما الاشخاص اللي خلوا ايتن توصل الحمد لله ان انا يبقى عندي البودكاست ده والفكره فخورين دي بيكي وطريقه ده فخورين بيكي بجد. وانا فخوره بيكوا قوي بجد ان الواحد يجي يقعد ويشوفك كده ان اكشن ويبقى ورا ميكروفون زي ما انت ورا ميكروفون. الاول الواحد مشدود، بس thank you for this experience. thank you. I love you. love you. نروح نريح بقى ونتغدى شويه قبل ما نحتفل بكلوي. صح؟ الساعه كام دلوقتي؟ يلا الساعه كام؟